هلو هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. دلوقتي هنحل التفوق مينلي lesson 2. lesson 2 بيبتدي من كتاب التفوق من عند thyroid gland لحد اخر الشابتر. تمام. فدلوقتي يلا نبتدي. اول بارت thyroid gland بيقول ايه؟ in this figure which parts would have an impaired function directly due to low iodine levels في البلد. أي واحدة من دول ممكن يحصل مشكلة impaired function، ممكن يحصل مشكلة في الفانكشن بتاعتها لو الايودين قل عندي. اوبا، الايودين ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في الثايروكسين. عشان اكون، يبقى معنى كده ان انا بدور على حاجة ليها علاقة بالثيرويد جلاند، يبقى حاجة ليها علاقة بالايه؟ بالثيرويد جلاند. هايل. مين بقى؟ طب ما هي بي وسي ودي ينفع، صح ولا مش صح؟ التلاتة ثيرويد. ينفع اختار ايه؟ لا مش هينفع اختار ايه، دي مش تبعها اصلا. تمام. بي وسي ودي. تمام. طبعا نسيت اقول لكم ان انتوا لو اول مره تتفرجوا على الفيديو بتاعنا فما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للشانل، دي حاجه اساسيه، وتبعتوا الفيديو لاصحابكم بحيث ان احنا نقدر نكمل. طبعا عندك اي مشكله ممكن تبعت لنا على الواتساب جروب هتلاقيه في الديسكريبشن بوكس، او ان انت تبعت لنا تكتب لنا في الكومنتس وان شاء الله هنرد عليك. دي حاجة حلوة. طب انت بتحل تفوق بس وبتحل كتب تانية؟ احنا برضو بنحل كتب تانية زي المعاصر والمرجع والمؤسس، وهتلاقي في الديسكريبشن بوكس برضو البلاي ليست بتاعتهم. تمام. يلا نرجع تاني. رقم 2 بيقولك ان thyroid gland is called gland of activity because it secrete. يعني ايه gland of activity؟ بتاعة الحركة وبتاعة النشاط. ليه؟ عشان بتطلع سيروكسين، ملوش علاقة الكالسيتونين في حاجة. ليه بقى؟ بيقول كنترول السكريشن في اذر جلاند، مفيش حاجه اسمها كده الثيروكسين بيعملها، ولكن الثيروكسين بيأثر على البيزل ميتابوليك ريت. البيزل ميتابوليك ريت هو معدل الحرق بتاعك، عشان هي بتاعت الاكتيفيتي. تمام. هي تبقى نشط ومش عارف ايه والكلام ده. طب هي لما تكون قليله وخامله، ايه اللي بيحصل؟ بتفرفر. تمام. بمعنى زي ميكسديما مثلا، حد يعني عنده ميكسديما، فحد عنده ميكسديما بيكون عنده مشكله كبيره، ان هو مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يتحرك. ماشي. بعد كده بيبقى عندي ايه؟ بيقولك study the opposite figure then answer the hormone that stimulate الاكتيفيتي بتاع gland X. gland X دي مين؟ دي الثيرويد جلاند. هايل. مين اللي بيستيميليت الجلاند دي؟ اكيد ال TSH. هايل. ال TSH موجود فين؟ موجود في الانتيريور لوب. ايه ده، ما اخترتيش ليه 3؟ التلاتة عندها هو انفاندبلم ورايحة للهايبوثالاموس، يبقى 3 دي اصلا دي ايه؟ دي البوستيريور. فانا عايز الايه؟ الانتيريور لوب. فالانتيريور لوب هتبقى 2 بس. 2 و3 لا، 1 بس لا، 3 بس لا. ماشي. بقى ليه علاقة بالانتيريور لوب. عرفتوا مين في الانفاندبلم؟ هي بيبقى فيها تكات وحركات كده، انت وانس ان انت لقيتها في السؤال هتعرف تجاوب. بعد كده عندي study the figure in front of you then determine what letter refers to a ductal أو an exocrine structure. أنهي من دول exocrine structure؟ هايل. هل A B C ينفعوا؟ لا طبعا، هي هتكون دي بتاعتي. تمام. التراكية. ماشي، يبقى دول لا. ايه ده، هو السؤال السهل ده ممكن يجي في الاكزام؟ طبعا عادي. ودور تاني 23 يعني عادي ممكن يجي في امتحان اخر السنة، مش experimental. المهم بعد كده بيقول the diagram illustrate the effects of secretion from الendocrine gland. انا عايز اوريك diagrams، اوريك اشكال بتقولك ان في هنا endocrine gland في تأثير ليها. study it then deduce. هنا gland X دي بتسكريت حاجة وحاجة. gland X دي affect الكونسنتريشن بتاع المينرال سولت، يعني بيأثر على التركيز بتاع يعني mineral salt معين. تمام. املاح معينة عندك. وعندي affect الديفلوبمنت بتاعة البرين سيلز. حلو حلو. ملح معين هيكون مين؟ او مش هيكون ملح، ما هو قصده يعني element معين اللي هو مين؟ اللي هو الكالسيوم مثلا. صح. طب ما الكالسيوم ده element مهم، mineral salt مهم، يبقى مين ده؟ الكالسيتونين. حلو. طب ليه ما اخترتيش الباراثايرويد؟ ما هي الباراثايرويد بتطلع هرمون واحد مش 2، يبقى اللي بيأثر على البرين سيلز هو الثايروكسين. طب اديني أمارة. اديك أمارة. قلتلك في الكريتينيزم. كريتينيزم
ايه اللي بيحصل لما الثايروكسين بيقل؟ الثايروكسين بيقل بيحصل حاجة اسمها mental retardation وبيرمننت. mental retardation يعني ايه؟ تخلف عقلي دائم. اذا من غير ثايروكسين ممكن يأثر على خلايا المخ بتاعتي، ممكن يجيلي تخلف. ماشي. فبيقول بقى which of the following is gland X. خلاص انا حلتها لك. باراثايرويد، سوري ثايرويد كنت لسه اقول لك باراثايرويد مش هينفع، البيتوتري مش هتنفع، ولا الادرينال جلاند. دول بيطلعوا كتير قوي، ومش بيأثروا على element معين، وفي نفس الوقت الباراثايرويد بيطلع 2 فمش هينفع اختار. ماشي. بعد كده 6 بيقول ايه؟ the figure shows thyroid gland in human. What indicates that the figure is a posterior view؟ ايه اللي يصر لك ويؤكد لك 100% ان ده posterior view؟ عندي مشكلة ايه؟ ان احنا حاجتين. اولا ان انا هنا ما عنديش الازمس بورشن، طب ما دي حاجة حلوة. تاني حاجة ان انا ممكن اشوف ايه؟ ممكن اشوف البارا ثايرويد جلاند. هنا طبعا الرسمة بشعة، مش زي اللي هي كانت نازله، بس هنا انا مش شايفه الباراثايرويد جلاند. فين الاربعه؟ ايه ده؟ دول مش موجودين، دي حقيقه. فعشان كده ايه اللي هيحصل؟ ان انا هستبعد اي حاجه ليها علاقه بالباراثايرويد. لما تيجي تقولي presence of الباراثايرويد، هو ما جابهاش، بس هي صح. هو بيقول ايه؟ in the figure. تمام. بيقول بعد كده، بيقول the red color of two loops، ان الاتنين لونهم احمر. ما عادي، ما قدام برضه لونهم احمر، ايه الميزه؟ the two loops are not connected. الاسمس portion هنا مش موجود، يبقى ممكن اختار. طب appearance of vesicles in the two loops. vesicles اللي هي الحتت اللي انت شايفها، الكور اللي جنب بعض دي، طب ما دي موجوده قدام ورا، فلا مش كاركتر. يبقى مفيش غير حوار الايه، ما انا قلت لك اتنين بتفرق منهم، الاسمس portion والباراثايرويد جلاند. الباراثايرويد ما رسمهاش فنختار الاسمس على طول. بعد كده 7 بيقول based on your study، على حسب الستادي بتاعتك of the following diagram، ان انا بيكون عندي vesicular gland. هايل. بتطلع هرمون، والفيزيكولار جلاند دي بيأثر عليها امينو اسيد A وإليمنت B. ماشي. بيقول لك which of the following characterizes السي دي. طيب الفيزيكولار جلاند دي مين؟ دي الثايرويد جلاند. تتخيل؟ بالظبط. طب عرفتي منين؟ ما في ايودين هنا يا فندم، وده إليمنت بي. ايه ده؟ يبقى ده هو ده الثايروكسين. بالظبط. ماشي. هو ده، ما هو إليمنت زي الايودين، كالسيوم، الحاجات دي. فدلوقتي الإليمنت ده لو مش موجود ما في ثايروكسين. هايل. فبيقول لك ايه اللي بيميز الثايروكسين؟ بيقول لك affected by الكالسيوم ليفلز. غلط. controlled by pituitary gland. طبعا الTSH. طب هختارها ونرجع لها تاني. its concentration decreases when feeling cold. الكونسنتريشن بتاعه بيقل لما انت بتحس بالسقعة، ومالوش علاقة بالسقعة، ده هو اللي بيأثر على الكلام ده. السكريشن decreases after puberty. لا هيفضل شغال ان شاء الله، ما ده الحياة يعني. بعد كده بيقول study the diagram below then answer. عندي gland X بتطلع هرمونين، هرمون affect الهارت ريت، وهرمون تاني بيمنتين البون هيلث. طب ما ده حلو قوي. مين اللي ممكن يأثر لي على الهارت ريت ويأثر لي على البون هيلث؟ مين؟ بالظبط هي دي الثايرويد برضه. ما احنا في بارت الثايرويد يا جماعه، ركزوا. ازاي؟ البون هيلث، يبقى انا عندي مين؟ عندي الكالسيتونين. ما الكالسيتونين ده بيعمل ايه؟ بيقلل لك الكالسيوم، بيقلل الكالسيوم في البلد ويزوده في البون. فايه اللي يحصل؟ ما يجيليش بقى اللي هو الكالسيوم ميبقاش عالي جدا في البلاد، دي حاجه مهمه. في نفس الوقت ما يجيليش اللي هو الكسر السهل، كسر او فرايبل بون، يعني ان هو سهل ان هو يتكسر ويبقى بشع في الاستخدام. اكيد لا، مش هيبقى هولو كده يعني مجوف من جوه، لا. تمام. مش هيحصل لي اوستيو بروزز. يعني ايه اوستيو بروزز؟ اوستيو يعني بون، بروزز يعني ثقب. تمام، ثقب في العظم. طب يأفكت الهارت ريت على طريق ايه؟ الثايروكسين. طب ازاي؟ مش قلنا الثايروكسين لما يكون قليل الهارت بيتس بتاعتي قليله؟ طب ولما يكون عالي الهارت ريت بيكون بسرعه بسرعه بسرعه، يعني لو في اكتيفيتي عاليه. ماشي. فبيقول ايه اللي بيميز جلاند اكس؟ بيقول انها نيورو سكريتري، اكيد ملهاش علاقه.
vesicular أو follicular gland secreting in special duct. لأ دي البنكرياس يا عزيزي، مش هنا. طب has storing nerve ending. لا ملهاش علاقة. ليه؟ ما احنا اصلا مش نيو سكريتري. طب vesicular او follicular gland secreting directly in the blood. هي دي. ماشي. بعد كده بيقول study ده diagram that illustrate الاكتيفيتي بتاعت endocrine gland في الهيومن then conclude. عندي جلاند اكس عندها دول في، يعني هي بتطلع حاجة، هي بتطلع أكيد هرمونات. ماشي. بتروح للسمول انتستين وبعد كده تخليه ينكريز المونوساكرايدز in the blood. يبقى ده مين الوحيد اللي احنا خدناه في المنهج بيعمل كده؟ الثايروكسين، اللي هو بينكريز المونوساكرايدز عندي في البلد من السمول انتستين. يبقى ده مين؟ يبقى ده الثايرويد. هايل. بيقول what factor affects الاكتيفيتي بتاعت X. مين اللي بيأثر على الاكتيفيتي بتاعت X؟ هايل. الافيلابيلتي اوف الايودين. طبعا، ما انا لو ما عنديش ايودين مش هطلع ثايروكسين، صح؟ افيلابيلتي اوف الكالسيوم ان فود. انت هنا طالب مين؟ انت هنا طالب ثايروكسين، ملوش علاقه. ديكريز كالسيوم ملوش علاقه. تمام، انت طالب ثايروكسين يا فندم. طب انكريز البيزا ميتابوليك ريت ده الريزلت، لو هو زاد ده ريزلت. ماشي. وهو عايز ايه؟ افكت الاكتيفيتي بتاعت الجلاند. تمام. بعد كده بيقول which of the following electrocardiographs اللي هو ال ECG could represent ال heart rate of الميكسديما patient. ماشي. ميكسديما patient مشكلته ان هو او مشكلتها يعني هي تيجي في الاتنين ان الهارت ريتس بتاعتها قليلة. الهارت ريت قليل، الهارت بيت قليلة، مش عارفة تاخد نفسها كده تحسها مهبطة على طول. ماشي. هنا ده النورمال، ده النورمال كارديو جراف، ده كده نورمال. ماشي. تمام. طب وهنا ده بصوا واخد مسافة ازاي، مسافة واخد مسافة كبيرة قوي. دي حاجة بنسميها برادي كارديا، يعني ايه؟ الهارت ريت بتاعه قليل، يبقى دي تنفع معايا. طب ودي بسميها اريزميا. اريزميا يعني ايه؟ يعني نبضات قلبه والهارت ريت بتاعته مش منتظمة، ده ايه؟ ابنورمال، ده كده ابنورمال. ماشي. طب ودي ايه؟ دي هنا نبضات قلبه سريعة 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 سريعة، دي بسميها تاكي كارديا. دي مش هحتاجها دلوقتي، هحتاجها امتى؟ لما واحد عنده اكزو في ثالميك جويتر. ماشي. بعد كده بيقول the graph shows a number of patients with simple goiter in some cities of Egypt in the early 20th century. يعني هو في early 20th century بيبقى عندي ايه؟ كان عندي عملت احصائية قد ايه عندي simple goiter، قد ايه ناس عندها simple goiter. في الاول كان الموضوع كتير، بعد كده قل شوية، بعد كده قل خالص. what could be the cities ABC respectively بالترتيب. حلو. لو احنا اتكلمنا عن بالترتيب، اكتر واحدة عندها يبقى هي المناطق الغير ساحلية. يعني ايه؟ يعني اي مناطق ساحلية عندها ايودين كتير قوي في الهواء، فدي مفيش مشكلة منها. فدي مثلا سيدي هتكون الاسماعيلية، هتكون اسكندرية، هتكون بورسعيد، هتكون الحتت اللي على بحر، يعني السخنة، يعني الكلام ده لازم هتكون على بحر. يعني هنا ممكن اختار سي من غير ما اكمل. ليه؟ ما هي عشان الكسندريا بحر، والبحر هو اقل حاجه عنده. طب نيجي نحسبها. عندك سوهاج ممكن وممكن كايرو، يعني هما الاتنين ممكن يكون عندهم مشاكل دي. ممكن كايرو مثلا فيها توعيه فالموضوع هيقل مثلا يعني. ممكن سوهاج مناطق بعيدة فبتبقى فيه صعوبة في طلوع مثلا الدكاترة والتوعية، مع ان دلوقتي الموضوع اريح. بس انا بتكلم في ايه؟ في اوائل القرن العشرين. احنا دلوقتي في القرن 21. تمام. يعني انا بتكلم في 1900 وحاجة. دلوقتي بقى كله اوير بالموضوع ده، وزي ما انتوا اخدتوا ان انا عندي ايودايزد سولت، فالسولت حتى السولت بيبقى فيها ايودين، فانا حليت المشكلة دي. ماشي. بس احنا بنقول ان دي دراسة قديمة فمحدش يجيت تريجر بسبب الحوار ده. بعد كده عندي 12 بيقولك study the table showing the results of examination of 3 adults of the same age. 3 adults من نفس العمر. Which person might suffer from deficiency of thyroxine.
نقص في الثايروكسين. حلو. مين عنده نقص في الثايروكسين من هنا؟ عندي اول واحد 150 الوزن بتاعه، وبعد كده الهارت ريت عنده 55. هو وزنه 150 ده عالي شوية، والهارت ريت كده قليل بالنسبة لوزنه. ماشي، بس خلينا ماشيين. طب بيقول تاني واحد عندي هو بيكون 70 الويت بتاعه 70 والهارت ريت 80. ماشي. والتاني 90 والهارت ريت 75، فيمكن ده ايه قريب منه شوية. تمام. بعد كده بيقول لك ايه بقى، ان انا الاختيارات هو عايز ايه، هو عايز انهي واحد ممكن يكون عنده مشكلة ايه، مثلا ميكسديما. تمام، لانها ادلتس. ميكسديما يعني وزن عالي وهارت ريت قليل، طب ما ده هيبقى واحد. طب ليه مختارش 2 و3؟ لا، 2 و3 الاتنين قريبين من بعض عادي، يعني ده قريب من الهارت ريت وده قريب من الهارت ريت، مفيش مشكلة. تمام، فهي هتبقى ايه the first person only. ماشي. بعد كده عندنا 13. حلو قوي. بيقول based on your study of the following figure. بعد انت ما تدرس ال two figures دول what is the similarity between cases X و Y. ده مريض عنده كريتينيزم. عرفتي منين حضرتك ان هو النك بتاعته قصيرة جدا زي ما بقولك مقصوف الرقبة، والهيد بتاعته نوعا ما مش زي النورمال هيد. تمام. وهي دي الصورة اللي احنا عارفينها كريتينيزم. طيب الواي انا شايفاه حد قصير. حد ايه؟ حد قصير. ماشي، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه. ده لحد دلوقتي ممكن يكون مشكله في الجروس هرمون، او ممكن يكون هما الاثنين كريتينيزم. بس بدأ بيقول بس similarity between x and y، فالاثنين نفس يعني في اختلاف ما بينهم، عشان يعني دي كيس مختلفه. بس اللي احنا متاكدين منه ان mental retardation موجود عند x بس. ده لو افترضت ان ده دوارفيزم. يعني ايه دوارفيزم؟ القزامه. delay in sexual maturity، ده هتبقى ايه؟ هتبقى في الاكس بس. ليه؟ لان الواي زي الفل، انا قلت ان هو قزم بس. intolerance to cold، ان هو مش قادر يتحمل اللي هو البرودة. طب لا، دي مش في الاتنين اصلا. تمام. فان هو قصير short stature، يعني ايه؟ يعني هو قصير القامة. الاتنين الكريتينيزم والديفيشنسي في الجروس هرمون الاتنين بيعملوا قصر في الطول. ماشي، باختلاف بقى مشاكل النمو بقى والعقل والكلام ده مختلفة. ماشي. بعد كده 14 بيقول if you know the drug، اللي هو اسمه ايه؟ ميثامازول. ميثامازول ده بيعمل ايه؟ prevent ال binding of ال iodine ions with ال amino acid inside ال vesicular cells بتاعة الثيرويد جلاند. اوبا، ما هي لو الايودين ما مسكتش في الامينو اسيد يبقى ما فيش ثيروكسين. ايه ده؟ يعني هيبقى فيه deficiency في الثيروكسين. يعني ممكن الراجل ده اللي بياخد الدواء ده يعاني بعد كده من ميكسيديما او كريتينيزم على حسب الايدج بتاعه. تمام. فبيقول which of the following conditions can be treated with this drug. الكونديشنز دي ممكن تعالج ايه؟ حلو. ممكن تعالج امتى ابقى انا عايز اقلل الثيروكسين. لو انا الثيروكسين عندي عالي جدا. امتى؟ في الاكزوثالميك جويتر، لان هو عالي جدا، فلما اقلل حبه مش هيحصل حاجه. ماشي. ميكسديما وكريتينيزم الاتنين واحد. سيمبل جويتر ما يعني ملهاش علاقه بالنسبه لي هنا، لو انا هقدر ان انا اعملها يعني. ماشي. بس لانها هتتاثر برضه سيمبل جويتر بالايودين، يعني كده برضه بتبوظ لي الدنيا. بعد كده بيقول 15 the opposite graph represent ال change في ال concentration بتاع الثيروكسين في ال blood of a mammal. study it then conclude. ده فيجر موجود ال concentration بتاع الثيروكسين في البلد. الثيروكسين قد ايه موجود عندي. what appears on this animal on the third day. يعني في اليوم الثالث ممكن الاقي ايه؟ في اليوم الثالث انا شفت الثيروكسين عالي. ماشي. وبعد كده على اليوم الرابع ابتدى ان هو يقل، يعني بنهاية التالت كده ابتدى ان هو يقل. ماشي. فاليوم التالت ايه اللي حصل؟ هل هو low blood pressure؟ اولا الثيروكسين ما بيمشي كده. intolerance to cold ازاي والثيروكسين عالي؟ ممكن to heat بقى hot.
weight gain مستحيل، ما الثايروكسين عالي، يبقى weight loss. ماشي، الحرق عالي. طب increase في الهارت ريت، تنفع. انا هنا ماليش دعوه بالجراف كله، انا ليا دعوه في اليوم التالت. اليوم التالت عندي ثايروكسين عالي، يبقى اقول كل الحاجه اللي بيعمل فيها الثايروكسين ما يكون عالي. يبقى كده الحرق هيكون عالي، اللي هو البيزل ميتابوليك ريت هيكون عالي. يبقى معنى كده ان الويت جين، ويت جين يعني هكتسب وزن، لا بالعكس انا هخس، يبقى ويت لوس. طب لو بلاد بريشر ليه؟ طب انتوليرنس تو كولد ليه؟ الثايروكسين عندي عالي، حرق عالي، بالعكس انا مش طايقه نفسي، انا هوت، مش قادره استحمل الحراره. تمام. بعد كده 16 بيقول ان عندي هنا 16 بيقول لك in the opposite figure what is the similarity between the tissue surrounding gland Y and tissue composing the structures X و Z. يعني ايه؟ يعني إيه دي والاتنين دول، ايه السيميلاريتي ما بينهم؟ حلو. اولا اكس دي مين؟ اكسلنت، لو حد جاوبها يعني هي اللارينكس. طب والزد؟ التراكية. ماشي. عندي جلاند واي دي مين؟ اللي هي الثايرويد. تفتكروا ايه اللي يخلي الاتنين دول متشابهين اصلا؟ degree of elasticity. اعتقد ان جلاند واي هي elastic عن الاتنين دول، صح؟ فدي ملهاش علاقة. طب الفانكشن، اكيد كل واحد فيهم عنده فانكشن مختلفة. البلاد سبلاي، ازاي بلاد سبلاي بقى ده؟ وده اصلا كارتلج ودول كارتلج اصلا، وده تيشو حلو قوي بيجيله بلاد ومنتعش وحالته حالة يعني، حالته جميلة يعني. فاكيد لا، مفيش غير التايب اوف تيشو. التايب اوف تيشو ان الاتنين كونكتيف تيشو. ايه ده اللي انت خدتها في سنة اولى؟ ابيثيليال تيشو، وده ايه بالظبط كده. يعني لو جبتوها تمام انتوا كلها كونكتيف تيشو. مش احنا اخدنا في الكارتلج انها كونكتيف تيشو؟ طب ما هو ده متغطي بكونكتيف تيشو، صح؟ ما بيقولك التيشو سراوندينج جلاند واي بس. فدي معلومة قديمة. بيقول study the figure in front of you اهو. then conclude which of the following represent a result of examining blood sample from this woman. طبعا احنا شاكين ان هي عندها مشكلة في الثيرويد. ليه؟ لان انا عندي هنا neck enlargement. حلو. هنا عندي هاي ثيروكسين ليفل ولا هاي تي اس اتش ليفل، ولا عندي انكريس في الكالسيوم ملهاش علاقة، الدوستيرون ملهاش علاقة. امتى اختار الثيروكسين وامتى اختار التي اس اتش؟ على حسب. يعني ايه على حسب؟ ماشي. دلوقتي انا لو اخترت هاي ثيروكسين ليفل يبقى الست دي عندها اكزوفثالميك جويتر. ماشي. انت هنا عينيها ايه الاخبار؟ عينيها فيها حزن، انا مش شايفه فين البروتروجن اوف الاي، صح؟ بس ممكن الست دي يكون عندها ايه؟ عندها سيمبل جويتر. حلو. فالسيمبل جويتر بسبب ايه؟ ان هي عندها هاي تي اس اتش ليفل، صح؟ وان شاء الله لما نقلله الدنيا هتظبط وكل حاجه تمام. لان هنا هاي ثيروكسين ليفل انت واخده في المنهج. ايه اللي هيحصل في هاي ثيروكسين ليفل؟ ان هو بالظبط ان هو هيعمل لك بروتروجن للاي بولز بقى، وانلارجمنت ليج وهكذا. اما انلارجمنت النك بس فدي سيمبل جويتر، يبقى مستحيل اختار ثيروكسين. اختار اي اجابه غيرها. سؤال حلو لذيذ جديد رشيق انيق. بعد كده 18 بيقول the shown graph illustrate a natural regulation of الثيروكسين concentration. طبيعي خالص ان انا اظبط الثيروكسين concentration بتاعي. which of the following represent الكونسنتريشن بتاعي TSH في X و Y؟ انهي واحدة ان انا ممكن يعني اشوف X هنا Y TSH عنده قد ايه؟ حلو قوي. انا دلوقتي عندي ثيروكسين ليفل هنا عالي، هل انا محتاجة اعلي TSH ولا محتاجة اهديه اخليه بطبط يهدى كده عشان الثيروكسين يقل كنيجاتيف فيدباك، صح؟ طب لما الاقي الثيروكسين قليل خالص التي اس اتش هيعمل ايه؟ عايز يعليه، فهو هيعلى عشان الناحية التانية تعلى، صح؟ يبقى اكس انا عندي لو تي اس اتش، واي انا عندي هاي تي اس اتش. تمام. بعد كده 19 بيقول لك Graves' disease is an autoimmune disease، مرض مناعي where the body produces stimulating auto antibodies. يعني ايه؟
يعني انتي بودي اجسام مضاده دي حلوه، دي يعني بتقوي المناعه بتاعتي وبتحارب الجراثيم، وهناخدها في شابتر 4. طب اوتو يعني هي بتقتلنا انا، حاميها حراميها. مش عشان كده بيقولك اوتو اميون ديزيز، يعني مرض مناعي، مناعتي انا اللي بتموتني. الاوتو انتي بوديز دي راحه لفين؟ راحه للتي اس اتش ريسبتور، راحه الريسبتور بتاعت التي اس اتش as shown in the opposite figure. In light of this, what changes occur in the size of both البيتوتري gland والثيرويد gland in this disease؟ خلينا نشوف الفيجر لان هو بيتك عليه. الانتي بودي اللي هو شكله ده، تمام، جه بوزيتيف اهو، جه للثيرويد جلاند، ماشي. وبعد كده عندي عادي ان هو هنا بيقولك ان هو بيطلع عادي ثيرويد هرمون، بس بيروح هنا الانتيريور بيتوتري، ماشي، وما بيطلعش هنا نو تي اس اتش. ماشي، يبقى انا كده عندي ثيروكسين عالي وعندي تي اس اتش قليله او يعتبر مفيش. هايل. بعد كده بيقول ايه؟ بيقول increase في تعالى نشوف الاجابات. increase في السايز بتاع البيتوتري والثيرويد. طب هنا ليه البيتوتري تزيد وهي اصلا مش شغاله؟ بالعكس، هي هتضمر، هي هتبوظ وهتقل في السايز بتاعها. طب بيقول decrease في السايز بتاع البيتوتري جلاند والثيرويد جلاند. بالعكس، الثيرويد جلاند عندها ثيروكسين عالي جدا فهتكبر. يبقى لا، في عندي هنا هايبر اكتيفيتي، هايبر اكتيفيتي. هايل. increase في السايز بتاع البيتوتري جلاند، ما احنا اتفقنا انها مش هتزيد. ليه؟ لانها مش شغاله اصلا. هايل. يعتبر انها مش شغاله بسبب يعني ثيروكسين عالي قوي. فديكريس في السايز بتاع البيتوتري جلاند، ماشي، وانكريس في السايز اوف الثيرويد جلاند. هنا هايبر اكتيفيتي فهتزيد السايز بتاعتها، وهنا لو اكتيفيتي او بلو الاكتيفيتي بتاعتها فهيحصل لها اتروفي وتقل. ماشي، ما اي حاجه بستخدمهاش بتبوظ. بعد كده بيقول لك the opposite graph shows a relationship between the thyroxine concentration and the change in the basal metabolic rate. ماشي، ثيروكسين ومعدل الحرق بتاعي. study it then answer. what is the normal concentration للثيروكسين في البلد؟ مفروض النورمال هيكون عامل ازاي؟ حلو. هنا التشينج بتاع الايه، البي ام ار اللي هو البيزا ميتابوليك ريت، وهنا الثيروكسين. تمام. هنا عندي زيرو اهي، يعني ده من اول هنا ده النورمال بتاعي. تمام. هنا مفيش حرق خالص اهو، حلو، يعني ده كده النورمال. لو ثيروكسين زاد يبقى هنا الحرق هيزيد، طب لو ثيروكسين قل يبقى هنا الحرق هيقل. ماشي، هنمشي كده. حلو، ونروح نازلين اهو، هي 100. يبقى 100 هو ده الكونسنتريشن بالنسبه لي الحلو قوي، ده النورمال. عرفت جبتها ازاي؟ سؤال لذيذ جدا بيلعب معاك في الجرافس، جميل قوي السؤال ده. من اول زيرو وهتمشي، هتمشي. تمام. بعد كده عندي الليبتين. بيقولك ده السايتي هرمون، ده هرمون الشهية، الشهية الشقية because it reduces الاباتايت، يعني هو بيقلل الشهية بتاعتك وان انت عايز تاكل. we regulate the amount of food of the body need، وانا هاخد اللي انا عايزه. which hormone antagonize او has antagonistic effect للليبتين؟ مين عكسه؟ ده بيقلل الشهية. مين اللي بيقلل الشهية عندي؟ ثيروكسين، اكيد طبعا. ماشي، فكل دول out of the topic. بعد كده بيقول study the diagram below then conclude. ان انا عندي جلاند اكس دي بتسكريت 2 هرمونز، ماشي، وده هنا في دور تاني 23. واحد بيأفكت المينرال سولت، والتاني بيأفكت الايه، الميتابوليك بروسيس بتاعت البرين سيلز. طب ما احنا لسه قايلينها دي، يبقى دي الثيرويد، وده هنا الكالسيتونين، وده هنا الايه، الثيروكسين. بيقولك which of the following describes gland X؟ انهي واحد من دول بيعبر على جلاند اكس؟ يعني مين بيوصف الثيرويد؟ هل الثيرويد اكزوكراين؟ غلط. ميكسد؟ غلط. تمبري اندوكراين، يعني هي شغاله دلوقتي وكمان كام شهر هتمشي؟ اكيد لا. يبقى هي مفيش غير اجابه بيرمننت اندوكراين. ماشي.
بعد كده اخر اسئله بقى ثيرويد الحمد لله. برضو دور اول 23 كان مهتم قوي في الحته دي. study the figure showing thyroid gland. ما انا شايفاه اهو. then conclude which part are affected by increase الكالسيوم level in the blood. انهي بارت هيتأثر لما يزيد الكالسيوم؟ يزيد الكالسيوم في البلد، يبقى انا عايزه اطلع كالسيتونين يقلله في البلد، يقلله في البلد. يبقى انا هشتغل الثيرويد جلاند. يبقى ايه ملهاش علاقه، ايه هنا مشاور على الفارينكس انا ماليش فيها، سوري اللارينكس ماليش فيها. تمام، يبقى ما قداميش غير ايه، بي وسي ودي، صح، لان هو مشاور على التلاتة، مشاور على الثيرويد جلاند. تمام، بي وسي ودي، يبقى هتبقى بي. ماشي. دلوقتي هنبتدي الباراثيرويد جلاند. الباراثيرويد جلاند اهم حاجه انها بتطلع باراثيرويد هرمون. ماشي، بيعمل ايه باراثيرويد هرمون ده عشان نتفق؟ ان هو بيزود الكالسيوم في البلد. منين؟ ان هو بياخده من البون ويتغلقه في البلد. حرامي، عندنا حرامي. ماشي، كتره ممكن يعملي حاجه اسمها اوستيوبروزس، لانه مقلل الكالسيوم في البون، فيعمل له ايه، يعملي هشاشة عظام، فعظامي تتكسر بسهولة جدا. بيقول in the opposite figure what common factor affect الactivity بتاعة جلاند X وجلاند Y. هايل. جلاند X دي الثيرويد، طب وجلاند Y دي البارا ثيرويد. هايل. مين تأثر common factor affect الاتنين؟ هل الكالسيوم؟ لا، الكالسيوم لا هي الكالسيوم. ليه؟ لانها بتعمل لك هنا الكالسيتونين وهنا الباراثرمون هرمون، يبقى هي الكالسيوم. ايودين يبقى الثيروكسين، صوديوم ملهاش علاقه، بوتاسيوم ملهاش علاقه. طيب 25 بيقول لك the following figure shows activation of endocrine gland في السيل واي. يعني ايه؟ يعني ان انا اشغل واخليها تشتغل سيل واي which is responsible for البون resorption. يعني هي مسؤولة عن اللي هو ايه، ان يحصل زي ما بقول لك كده resorption، يعني ان الكالسيوم يقل في البون، ان الكالسيوم هيقل في البون. ماشي، يبقى دي مين؟ يبقى دي البارا ثيرويد. يبقى ده مين؟ البارا ثرمون هرمون. حلو. اشوف بقى السؤال عايز ايه. بيقول which of the following correctly represent هرمون X. مين بالظبط هرمون X and the stimulus for this process respectively. هرمون X المفروض يكون مين؟ الباراثرمون هرمون، يبقى كالسيتونين وكالسيتونين لأ. طيب الستيمولس بتاع البروسيس بتاعتي دي لما الاقي، اكيد ملوش علاقه بالتي اس اتش، يبقى مفيش غير بي. لما الاقي الكالسيوم قليله في البلد، كالسيوم قليل في البلد، يا لهوي لا لازم اعليه. فمين اللي هيشتغل؟ الباراثرمون هرمون. ماشي، يعني هو هنا عرفك نوع الجلاند ونوع الهرمون وسألك في حاجة تانية خالص. ماشي، يبقى انا من الفيجر عرفت انا بتكلم على ايه، وبقى كده من حقي اسألك سؤال تاني بعيد اصلا عن الايه الفيجر، بس انا من الفيجر عرفت الجلاند والهرمون بس. بعد كده 26 بيقول study the opposite figure showing الايه الثيرويد جلاند. خلي بالك then answer which part can be safely removed in a patient with exophthalmic goiter. يعني مين اقدر اشيله عادي بمنتهى الهدوء من غير ما يحصل حاجه اسمها هايبوكاليميا. يعني ايه هايبوكاليميا؟ هايبوكاليميا مصطلح طبي يعني الكالسيوم قليل في البلد. الكالسيوم قليل في البلد، يبقى انا خلي بالي من مين؟ يبقى انا اخلي بالي بالظبط، يبقى انا خلي بالي من البي والدي. الاتنين دول ممكن في ظهرهم الاقي الباراثايرويد، ماليش علاقه بايه. طب هو بيقول كده كان بي سيفلي ريموف، يعني ممكن اشيل بيها بهدوء. مين؟ السي بس. ليه؟ لان السي دي بعيده، دي ناحيه السايمس، فهي بعيده عن الفور كورنرز بتوعي اللي موجود فيها الباراثايرويد جلاند. ماشي، سؤال حلو لذيذ انيق رشيق. بعد كده عندي 27 بيقول ان البون دانستي measurement اللي هو DEXA scan is used to evaluate البون density. يعني ايه بون density؟ كثافة العظم، يعني ايه في عظم جوه كالسيوم قد ايه.
and predict الاوستيوبروزس، يعني ممكن يتوقع هشاشة العظام قد ايه. ماشي. early يعني ده حاجة جديدة قوي بقى. It can be divided into 3 main regions. ممكن اقسمهم لثلاثة regions as shown in the graph. واحدة اسمها green, yellow and red. الجرين هي green، دي النورمال بتاعي، ده النورمال بون دنستي، بيبقى من نيجاتيف 1 ل 2 يونت. طب واليالو عنده مايلد اوستوبروسيس. يعني ايه مايلد؟ يعني هو داخل كده حاجة بسيطة. طب يا عيني الاحمر ده، الاحمر ده طبعا مصيبة، ده سيفير اوستيوبروسيس، يعني عنده هشاشة عظام كتيرة جدا. Based on the graph, what is the cause of the illustrated condition؟ مين اللي ممكن يعمل لي المشكلة دي؟ مين اللي ممكن يعمل لي أصلا هشاشة عظام؟ هنا نتكلم على مين؟ نتكلم على الحرامي اللي بيسرق الكالسيوم من البون. مين؟ الباراثرمون. يبقى أنا لما بزود الباراثرمون في البلاد عندي بيسرق الكالسيوم من العظم ويروح يطلعه في البلاد. ملوش علاقة الثيروكسين ولا الكالسيتونين ولا هنا الباراثرمون هو قليل، لا هو عالي. حرامي الكالسيوم. تمام. بعد كده عندي 28. بعد كده عندنا بيقول based on your study of the hormonal response shown in the following diagram. عندي endocrine gland اكيد بتطلع هرمونات رايحة للسمول intestine، فبعد كده بيزود البلاد كالسيوم concentration. حلو قوي. يبقى معنى كده ان الكالسيوم زاد في البلاد. بيقولك which of the following applies to this gland؟ مين دي ممكن تساعدني فيها؟ بيقولك under the control of pituitary gland، ولا located في الانتيريور لوب في التراكية، ولا it is secreted its secretion affected by iodine، ولا secretes a protein hormone. اولا اللي بيساعدني في كثرة الكالسيوم في البلد ده الباراثرمون هرمون. يبقى ده مين؟ يبقى ده اكيد الايه؟ الباراثايرويد. الباراثايرويد ملهاش علاقة بالبيتيوتري جلاند، مش في الانتيريور لوب، بالعكس ده في البوستيريور لوب لانها من قفاك من ورا. secretion affected by iodine no، ده الثيروكسين. و it secretes a protein hormone. ماشي. بس ان هو الباراثرمون ده بروتين. بعد كده بيقول which hormone when deficient leads to painful muscle spasm. لما بيكون قليل بيؤدي إلى تشنجات عنيفة ومتعبة جدا. هل هو الثيروكسين، كالسيتونين، أكسيتوسين، ولا الباراثايرويد هرمون؟ ممكن أقول باراثايرويد هرمون، باراثرمون هرمون، كلها واحد، بس احنا قايلين ان هو لما يكون عندي باراثرمون هرمون قليل يبقى معنى كده ان هيحصل عندي painful muscle spasm، كالسيوم قليل. ماشي. طب مين تاني ممكن نعمل كده؟ لما يكون الكالسيوم عالي هي نفس المشكلة، ان ايه؟ ان الكالسيوم هيكون قليل في البلد. المهم ندخل تاني. بيقول the following table shows a level of a certain substance and salts in the body ماشي of a person expressing muscle spasm. يعني عنده على طول تشنجات وعلى طول يعني كتير، فعملنا له تحاليل دم. review the table then determine. بيقولك التست عمل له ATP level في البلد، لقى زي الفل نورمال اهو 120 بقى 100 150. stored glycogen متخزن عندي تمام. الصوديوم ليفل في البلد تمام. الكالسيوم ليفل في البلد هو ده اللي قليل. يبقى معنى كده ان الايه؟ ان الباراثرمون هرمون قليل. يبقى بيقول لك what might be the cause of a muscle spasm. الكوز ممكن يكون مين؟ هايبو باراثايروديزم. ان ايه؟ ان الباراثايرويد جلاند مش شغاله قوي، فعشان كده مش مطلعه باراثرمون هرمون كتير. vigorous effort nerve impulse disorder absence of kinesterase enzyme، كل ده عالجناه فوق وما كانش فيه حاجه. يعني vigorous effort انا لقيت stored glycogen زي الفل، لو كان قليل كان ممكن اشك فيه. nerve impulse disorder لو كان كله تمام صح. absence of kinesterase enzyme
مفيش اي حاجه ادالي انديكيشن لان انا عندي مصيبه اكبر هي الكالسيوم. بعد كده ندخل على قسم الادرينال جلاند. قسم الادرينال جلاند بنتكلم على كورتيزون، كورتيكوستيرون، عندي الدوستيرون والسكس هرمونز. بيقولك ده جزء الايه؟ ده جزء الكورتكس. في عندي جزء برضو بسميه المظله. حلو، المظله ده بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه ادرينالين، وده ليه علاقه بالنيرفس. يعني ده مثلا شفت مصيبه، سمعت صوت كلب بيجري ورايا، شميت ريحة حلوة، كلها بالحواس بتاعتك، فبتشغل ادرينالين لانه عايزه يشتغل بسرعة. ماشي. بيقولك ايه بقى؟ which of the diagrams below correctly shows الميكانيزم بتاع الالدوستيرون اكشن. اني واحد من دول بيوريك الميكانيزم بتاع الالدوستيرون. هايل. الالدوستيرون كان بيعمل ايه؟ الالدوستيرون هو بيدخل الصوديوم في البلد والبوتاسيوم في اليورين. ماشي. الفين طبعا دي الحاجة اللي طالعة. ماشي. فالحاجة اللي طالعة عندي اللي انا عايزاها تاخد من النفرون، اكيد مين؟ اكيد الصوديوم. وعايزة البوتاسيوم هو اللي يروح للنفرون ويطلع بره خالص. صح؟ بالظبط. هنا هو عامل ايه؟ عامل العكس، ان ده رايح للنفرون، لا انا عايزة اخده من النفرون. دي غلط. الاتنين رايحين للفين، لا انا مش عايزة الصوديوم. سوري، بوتاسيوم. طب والاتنين رايحين نفرون، طب اديني حتة صوديوم، فلا دي برضه. ماشي. ده سؤال لعب فيه الفيجرز بس. بعد كده 32 بيقول which of the following disorder result from increased secretion of الالدوستيرون هرمون from الادرينال كورتكس. اني واحد من ضمن الديسوردرز دي بتنتج من زيادة السكريشن بتاعة الالدوستيرون هرمون من الادرينال كورتكس. اوبا، حلو. طب الادرينال كورتكس دي زي ما انا قلت لك دلوقتي انها بلعب على الكورتيزون، بلعب على الالدوستيرون، بلعب على السكس هرمونز. فبيقول لك انكريز، انا حصل هنا ديس اوردر ان الالدوستيرون زايد قوي من ايه؟ زايد في البلد. لما بيزيد قوي في البلد ايه اللي بيحصل؟ كل اللي انا قلت لك عليه ده بيزيد ايه؟ بيزيد الابسوربشن بتاع الصوديوم، وبيزيد الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم في الروين. عشان كده بيقول لك انكريز البوتاسيوم ليفل في البلد، لا بالعكس ده شغال عالي قوي. انكريز الصوديوم في اليورين، لا بالعكس انا شفطته خدته. طب انكريز البوتاسيوم ليفل في اليورين، دي تنفع. ليه؟ لان هو شغال كده طبيعي. طب ديكريز الصوديوم في البلد، بالعكس ده هنا هيكون ايه؟ هنا هيكون انكريز. ده زاد في البلد والتاني زاد في اليورين. ماشي. بعد كده عندي الست اديسون. اديسون من ضمن الديزيزز، سندروم اصلا. بيكون عندي مشكله في الكورتيزون، بيكون عندي مشكله في الادرينال جلاند. الكورتيزون عشان نحكي مع بعض، خلينا ندردش في الحته دي، ان الكورتيزون هو هرمون الستريس. من غيره ممكن يجيلي اتاك وممكن اموت فيها. ايه ده بجد؟ يعني اي حد اديسون دي مشكلته كبيره، لان هو مش بيطلع كورتيزون، هو محتاج ياخد سبلمنت تودي الكورتيزون للنورمال ليفل بتاعه. يعني مثلا داخله تولد، داخله عند راحه دكتور السنان، كل ده ستريس. يبقى هي لازم عشان كوب اب وذ الستريس ده، ان هي تقدر انها تشتغل مع الستريس ده، لازم يطلع كورتيزون. طب ما هو المصنع بتاعي بايظ، يبقى انا لازم اخد جرعه من الكورتيزون اعلى من الجرعه اللي انا باخدها. ماشي. دي مشكلتها. فبيقول لك ده، بس حبيت اكلمك يعني ايه اديسون لانها جت قبل كده في امتحان 22. بيقول which of the following could be a symptom of this disease. اي حاجه بقى، كورتيزون، سكس هرمون، الدوستيرون، كلها ما دام ما اتعالجتش. بيقول لك enlargement للجو بونز، لا دي مين؟ دي الجروس هرمون. بون فراجيليتي، لا ده لما ايه؟ البارث هرمون يكون عالي. طب enlargement of the front neck، لا دي الثايرويد. disorder في كربوهيدرات ميتابوليزم، ما ده برضه اللي بيعمل كورتيزون. ماشي. يبقى هي مفيش غير دي. بعد كده بيقول 34 which gland secretes hormones with different chemical nature. يعني واحد من دول بيعمل secretion لهرمونز عندها chemical nature مختلفة، يعني عندها كذا تايب من الهرمونات اللي بتطلع. ماشي. حلو قوي. هل الباراثايرويد اللي بيطلع واحد؟ اكيد لا. طب البنكرياس؟ بالعكس ده بيطلعهم كلهم بروتين. طب والبيتوتري؟
ما كلهم بروتين، ولكن عندهم different في الكيميكال نيتشرز. هتكون مين؟ هتكون الادرينالين، ادرينال. ليه؟ لان جزء الكورتكس ده ستيرويدز، وجزء الادرينال ده ايه؟ ده امينو اسيد. بعد كده بيقول 55 year old woman has recurrent episodes of increased heart rate sweating. General examination shows tension وبلد بريشر 158 على 89 مليمتر ميركوري. البلس ريت بتاعي 96 بير مينت. الريسبيريشن ريت بتاعي 23 بير مينت. she does not have any thyroid problem. يبقى معنى كده ان كل الحاجات العالية دي، التنشنة دي كلها مش بسبب ان الثيروكسين عالي. ماشي. in the light of this which hormonal change might be causing her condition. ان انا الادرينالين زايد في الجسم، عندها في مشكلة، في عندها بروبلم. فبيقول decrease الاكتيفيتي بتاعت ادرينال كورتكس، ملهاش علاقة اصلا كورتكس ولا البيتا سيلز بتاعت لانجرهان ولا الاكتيفيتي بتاعه البوستيريور لوب، ولكن ممكن الادرينال مضله اللي هي الادرينالين هي الاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، فممكن تكون عامله الحوار ده. بعد كده عندي 36 بيقول study the opposite diagram then determine what gland is indicated by symbol X. اني واحده من دول ممكن اعملها indication ل جلاند X دي. بيقول انها بتعمل ايه ابسوربشن للصوديوم، وبيقول انها بتنكريز الهارت ريت. تتوقعوا دي مين؟ اكيد دي الادرينال. طب انتي عرفتي منين؟ عرفت ان ده الالدو، ماشي، وعرفت برضو ان انكريز الهارت ريت يبقى ده مين؟ يبقى ده الادرينالين. هو هنا ما حددتش اللوب سوري، ما حددتش الريجن بتاعي سواء كورتكس او مضله، هو هنا حدد الجلاند كلها. فالادرينالين ممكن اتكلم عليها مع الكورتكس عادي، ما عنديش مشكله، ما انا بدل ما حددتش الريجن بتاعي فين. بعد كده بيقول لك 37 if you know that الاتريال natriuretic factor ANF is a hormone secreted from right atrium. الرايت اتريم الموجود في الهارت عندي in response to الهاي blood pressure. يعني هاي عندي blood pressure عالي، بحيث ان انا يكون عندي ضغط الدم بتاعي عالي قوي، فبيبقى في عندي من الرايت اتريم بيطلع الهرمون ده stimulate الكدني بحيث انها eliminate، يعني to get rid of، يعني تتخلص من الاكسس صوديوم اللي عندها كتير قوي، ماشي، كمساعدة انها تقلل البلاد بريشر بتاعي. which هرمون antagonize الاكشن ده؟ انهي هرمون يانتاجونايز الحركة اللي اتعملت في الصوديوم دي؟ اكيد الالدوستيرون. ليه؟ عشان الالدوستيرون لما يعني بيشتغل بياخد الصوديوم ويدخله في البلد. هنا انا طلعت الصوديوم الزياده ومشيته، عشان كده يقول لك ايه، خلي بالك الرنجه مملحه، فالملح الزياده ده بيعلي ضغط الدم، خلي بالك. بعد كده يقول لك 38 which graph correctly illustrate the direct effect of الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون ACTH يا عزيزي on الادرينالين. هو اصلا ليه علاقه؟ ماليش علاقه، خلاص اتحلت. وانت لسه هتفكر؟ بجد بجد انت فكرت؟ يعني هو الراجل قالك ادرينو كورتيكو عشان تحس على دمك وتقول ان الادرينالين دي تبع المظله، فمالهاش علاقه. تك تك تك، بس خلاص. بعد كده عندي 39 a person had analysis of ال ACTH. يعني ايه؟ عملت blood، اكيد blood analysis، ما عملتش urine levels in blood and the result appeared as shown. Then he underwent a CT scan of the brain and result was good, was normal. يعني انا عملت CT scan للبرين بتاعتي وطلعت تمام، يعني معنى كده ان البيتوتري جلاند بتاعتي شغالة حلوة قوي. what might this person be suffering from؟ ممكن البيرسون ده عامل ايه؟ طب بدل هي شغالة كويس قوي، يبقى معنى كده ال ACTH شغال مفروض كويس. ايه اللي يخلي ال ACTH عالي قوي كده؟ يبقى ممكن الكورتكس مش شغالة، فأذا نيجاتيف فيدباك ان ده عالي بسبب ان دي تحس على دمها وتطلع، لان الكورتكس كده مش شغالة، تمام. فممكن الراجل ده مظلة ملهاش مشكلة، بس انا ممكن يكون عندي ايه؟
ممكن يكون عندي مش تيومر، لان انت واخد تيومر في المنهج، تيومر اي تيومر كان ايه بيزود الايه الكونسنتريشن، بيزود الايه السكريشن، فانا مش عايزه دي، بس انا عايزه ادرينال كورتكس insufficiency. يعني ايه insufficiency؟ يعني هرمونات طالعه قليله جدا، فعشان كده as a negative feedback ان ال ACTH هيعلى جدا، يمكن الناحيه التانية تحس على دمها وتشتغل. ملهاش علاقه طبعا البيتوتري جلاند لانها شغاله كويس جدا. ما هو اداك هنت سي تي سكان، يعني دي اشعه بتتعمل على المخ، فمام اشعه على المخ ولاقيها تمام، بيتوتري جلاند تمام، مفيش مش زايده مثلا، مش قليله، مش عارف ايه، يبقى معنى كده المفروض ان الاي سي اتش تطلع تمام. ايه اللي مش بيطلعها تمام؟ يبقى الناحيه التانية اللي بتاثر عليها مش تمام. ماشي، ده كل حاجه ليها علاقه بالنيجاتيف فيدباك. بعد كده عندي 40 بيقول the opposite graph illustrate the effect of potassium concentration في البلد. potassium concentration موجود في البلد on الهارت ريت، قد ايه ده بيأثر على ده. which point on the graph shows the effect increase الالدوستيرون on الهارت ريت. اني واحد من دول ممكن يوري لك لما بيزيد الالدوستيرون ممكن يحصل ايه. حلو، انا هنا بوتاسيوم ليفل عندي هنا قليل، والهارت بيت عندي هارت ريت هنا عندي عالي. ماشي، بعد كده عندي هنا الواي، وبعد كده الهارت ريت عندي نوعا ما هنا ابتدى يقل. تمام، بعد كده بوتاسيوم ليفل كل ما بيزيد عندي طول ما الايه على كلام الفيجر ده ان هو بيقل. انا عايزه مين اصح واحد ممكن يفيدني في المعلومه دي؟ اللي يفيدني في المعلومه دي ان لما الالدوستيرون بيزيد يبقى معنى كده الصوديوم زاد، يبقى معنى كده ان ايه الهارت ريت زاد. ماشي، البلاد بريشر زايد، يبقى معنى كده ان الاكس بالنسبه لي هي احسن واحد ممكن يؤدي الايه الوظيفه دي. ماشي، ليه؟ هو هنا عكس لك الصوديوم، الصوديوم هنا قليل فالهارت ريت عندي عالي، يبقى مين اللي عالي اصلا؟ الايه الصوديوم، لان الصوديوم هو اللي معلي الهارت ريت. طب البوتاسيوم لما يقل والصوديوم لما يزيد يبقى كده هارت ريت عالي. ماشي، الهارت ريت ماشي مع الايه الصوديوم. تاني، لو انا عندي اهو البوتاسيوم الكي ده ماشي، الالدوستيرون لما بيزيد بيزود الصوديوم في البلد ويقلل البوتاسيوم في البلد. انا واخد ان الصوديوم لما بيزيد بيعلي لي البلاد بريشر والهارت ريت بتاعي. ماشي، طيب مين عكسه؟ البوتاسيوم، يبقى البوتاسيوم لما يقل يبقى الهارت ريت عندي هيزيد، هي بس انا هنا بدل ما احط لك الصوديوم ضحكت عليك بالبوتاسيوم. ماشي، بعد كده بيقول 41، بعد كده بيقول ان انا في عندي حاجه اسمها سودو هيرمافروديتزم. بيقول سودو يعني كأنها يعني هو ده اسم condition، ما فيش مشكلة مش هنشرح اسمه، انا هقولك دلوقتي هو ايه. caused by disorder in الادرينال gland secretion. عندي مشكلة في الادرينال gland secretion during الفيتال development، يعني في مراحل تكوين الجنين بتاعي، affecting الديفلوبمنت بتاعت الجيناتال organs بتاعتي، يعني ايه الاعضاء التناسلية. In light of this, which hormone secretion disorder lead to this condition؟ أنهي واحد من دول أدى المشكلة دي؟ أنا عارفة إن الأدرينال جلاند بتطلع لي إيه؟ بتطلع لي أدرينالين، كورتيزون، ألدوستيرون وإيه وسكس هرمونز. طب مين اللي هيأثر على جينات الأورجن؟ أكيد السكس هرمونز. بس بعد كده بيقول the figure shows الأدرينال جلاند response، يعني اللي هو ازاي الاستقبال بتاع الادرينال جلاند by two different stimuli. يعني انا جبت له stimuli عن طريق اكيد البلاد والتاني عن طريق الايه النيرف. which hormones level in blood increases due to الهايبر secretion of pituitary gland؟ انهي واحد هيزيد؟ طبعا ملهاش اي علاقة. ليه؟ هو اللي اصلا دي تبع ليها علاقة بالايه ان انا شفت حسيت مش عارف ايه ده نيرفس. بس هنا لو زودت البيتوتري جلاند سكريشن يبقى انا زودت الاي سي تي اتش، وبدور الاي سي تي اتش يزود لي الاثنين دول. يبقى معنى كده ان انا مش هختار واي وزد بس، لا ما تقعش الوقعه دي، يبقى انا هختار اكس وواي وزد الثلاثه مع بعض، لان لو زودت السكريشنز بتاعت البيتوتري جلاند يبقى اكس هتزيد وزد وواي. ما هي مش هي هايبر اكتيفيتي البيتوتري، يبقى معنى كده كل هرموناتها هتزيد. هرموناتها مين؟ اللي هو الاي سي تي اتش، وبدوره هيزود بقيه الهرمونات التانية.
بعد كده بيقول in the opposite figure which of the following hormones control the biological process carried out by structure 1 and 2 respectively. ماشي. in the opposite figure اللي قدامي ده، هنا انا عندي مين ده synaptic vesicles، جواها مين بالظبط؟ لو انتوا قلتوها يعني جواها الاسيتيلكولين، هيطلع الاسيتيلكولين وهيمسك هنا في الريسبتور بتاعه فيدخل الصوديوم. ماشي. دلوقتي عشان ده يشتغل محتاج مين؟ محتاج كالسيوم، صح؟ وده عشان يشتغل ويدخل ويحصل كونتراكشن محتاج مين؟ محتاج الصوديوم، صح؟ مين اللي بيأثر على الكالسيوم؟ ها، مين اللي بيزوده في البلد؟ الباراث هرمون. طب مين اللي بيشتغل على الصوديوم؟ الالدوستيرون. يبقى انسولين، ثايروكسين، كالسيتونين، يبقى لا، هي تبقى بي باراث هرمون والالدوستيرون. بس بعد كده هيقول لك ايه بقى؟ السؤال مش طويل قوي يعني، هو سهل قوي، بس هو تحس ان هو عملاق والكلام ده، بس بالعكس الاسئله دي لما بتقراها الموضوع بيثبت معاك. بيقول study the shown figure then answer what is the result of cutting the blood vessels X. ايه النتيجه ان انا لما بقطع البلاد فيزل X، ايه اللي بيحصل لو انا قطعت ده؟ حلو. X ده رايح لمين بالظبط؟ ده رايح للادرينال جلاند، وده واضح بما انه لونه ازرق يبقى ده فين. هايل. يبقى الفين لما اقطعه يبقى انا مفيش اي حاجه هتوصل لي، لا الدوستيرون ولا سكس هرمونز ولا اي حاجه في الدنيا، كورتيزون ولا اي حاجه. ايه ده؟ لما الحاجات دي بتمشي في الفين، انا بستفيد منها ازاي؟ مش انت خدت السنه اللي فاتت الهارت لما جه بيوصل له اي حاجه بيحصل له عادي، وبرجع تاني السيركوليشن بتاعتي ويحصل بامبنج، فدي ما تقلقش منها، الفين كده كده بيوصل لي الحاجه، بس انا بتكلم على الفكره الاساسيه. فبيقول لك الريزلت بقى بتاعتها انكريز الصوديوم في البلد. ازاي؟ بالعكس، ده هو الالدوستيرون مش شغال. انكريز الصوديوم في البلد تاني؟ لا بالعكس. انكريز البوتاسيوم في البلد، ما هو الالدوستيرون مش شغال. ايوه عشان الالدوستيرون ديو تو ليك في الالدوستيرون ريتشنج الكدني، خلاص ما هو الفين ده مش شغال، خلاص قطعته. انت بيكون عندك حاجه اسمها ارتري وحاجه اسمها فينز. ماشي، ارتريز وفينز. الارتري دي بتعمل ايه؟ بتروح بتدخل الحاجه جوه السيلز. طب والفين؟ الحاجه اللي خارجه منها باخدها. يبقى دي بتدخل ودي اللي خارج. فهنا الجلاند دي مخرجه هرمونات، يبقى تخرج في الفين. طب لو كان ارتري يبقى الاي سي تي اتش ده بس اللي هلاقيه موجود، لان ده اللي داخله، وبقى الجلوكوز والكلام ده. ماشي. يبقى معنى كده سي حلو. طب تحب نتاكد؟ طبعا. انكريز البوتاسيوم في البلد دي حاجه حلوه ديو تو لاك اوف الاي سي تي اتش. لا، الاي سي تي اتش بيجي عادي جدا لان انا ما قطعتش الارتري، بس انا قطعت الفين اللي هيطلع لي كل الحاجات دي. بعد كده 45 بيقول الجراف illustrate a patient، يعني مريض expressing a heart attack، عنده أزمة قلبية with a sudden drop في البلاد بريشر، مرة واحدة البلاد بريشر بتاعه قل والحمد لله رجع تاني. which of the following represent هرمون X اللي أنا اديتهوله عشان يرجعه تاني؟ ده use as emergency. مين اللي انت بتشوفها على طول؟ الحقنه بتحط ناحيه قلب ويروح عاملها دي على طول في الافلام، دي حقنه ادرينالين تفوق لك القلب على طول، وليها سيروكسين ولا الدوستيرون ولا الانسولين، هو الادرينالين. ماشي. بعد كده the figure shows section of الادرينال gland, study it then answer. هايل. what is common between الهرمونز in part A and those in part B؟ حلو. البارت A دي الكورتكس، القشره اللي بره، يبقى دي مين؟ الكورتيزون والكورتيكوستيرون والسكس هرمونز والالدوستيرون. طب والبي؟ دي المظله. ماشي، يعني مين؟ يعني ادريالين. فبيقول ايه الكومن بتوين A و B؟ النيورال ستيميوليشن اكيد لا، لان دي ناحيه المظله بس. طب هرمونال ستيميوليشن اكيد لا، لان دي تحت ناحيه الكورتكس. طب الكيميكال نيتشر هتنفع؟ بالعكس مش هينفع. ليه؟ لان ده من امينو اسيد والتاني ستيرويد، مش هتنفع. ما فضلش غير دي الافكت اون البلاد جلوكوز ليفل. يبقى هنا هو تارجت مين؟ تارجت الكورتيزون اللي ليه علاقه بالجلوكوز، وتارجت الادرينالين.
ماشي. عشان كده انا بنصح كويس جدا زي ما قلت في الفيديو اللي فات في الهرمونز، انت تحفظ الهرمونات دي اسمها ايه، بتعمل ايه، الفانكشن بتاعتها ايه، الديزيزز بتاعتها عامله ازاي. لان لو عرفت الفانكشن هعرف الديزيز لما اجي اعكس الدنيا اسمها ايه، والديزيز اسمه ايه، المرض اسمه ايه. لان انا لو مش عارف الدنيا والدنيا هبهزرت كده هحل غلط. تمام. بعد كده بيقول the opposite figure represent two ways of regulating الادرينال gland hormonal response in the body. دي طريقتين ممكن ان انا اعمل regulation، ان انا اظبط الادرينال gland في البلاد عندي. study it well then answer which hormone takes shortest period of time to be secreted into blood. مين بياخد اقل وقت، يعني مين الاسرع ان هو يطلع. محتاج تفكير؟ اكيد لا. ليه؟ الادرينالين. طب احنا محتاجين نشوف بقى هنا بدل جاب لك البيتيتري جلاند، يبقى دي مين؟ يبقى دي هنا انا اكيد الاي سي تي اتش. فالاي سي تي اتش رايح ها وعمل لك هنا حوار الكورتكس. هايل. ماشي. بعد كده جه ناحيه النيورال اهي. ماشي. وجي عمل لك ناحيه المظله، يبقى ده مين؟ يبقى ده الادرينالين. الف مبروك وصلت له. يبقى ده مين؟ يبقى ده ال اونلي، ماليش اي علاقة باي حاجة تانية. بعد كده البنكرياس بيقول the opposite figure illustrate the effect of some hormones on the liver and muscles. الهرمونات عندي على الليفر والمسلز، الهرمونين دول. بس خلي بالي ان انا عندي low glycogen level. يعني ايه low glycogen level؟ يبقى انا بستهلك. يعني ايه بستهلك؟ يبقى انا باخد الجلوكوز، باخد الستورد جلوكوز او الايه الجلايكوجين واحوله جلوكوز. فمعنى كده ان انا قللت الايه المخزون بتاعي، يبقى انا عليت الجلوكوز في البلد. يبقى دي هرمونات بتعلي الجلوكوز في البلد. ماشي. يبقى ما ينفعش انك تيجي تقول ان ده انسولين، تبقاش عبيط. بيقول لك which of the following represent A و B respectively. ايه بيشتغل بس على الايه، على الليفر. بيشتغل بس على الليفر، يبقى ده مين؟ يبقى ده الايه الجلوكاجون. لو جيت شفت الاجابات يبقى انا هستبعد ايه وهستبعد سي. حلو. اختار بي ولا اختار دي؟ ما هو دي بي قايل لك انسولين، يبقى دي غلط. يبقى ادرينالين. الادرينالين بيشتغل على المصل وبيشتغل على الليفر، لان انا في امرجنسي، انا لازم اشتغل في اي حاجه هطلع كل المخازين اللي عندي. فعشان كده انا عرفت منين ان هو بيزود الجلوكوز في البلد، ان هو قريت الفيجر كويس باحترام كده وعرفت ان انا عندي جلايكوجين قليل. ماشي. ففهمت ان هو هنا بيستهلك الستورد جلوكوز عشان يطلعه لي الجلوكوز. بعد كده بيقول which of the following hormones does not affect الايه الجلوكوز ميتابوليزم. انهي واحده من دول مش بتاثر على الجلوكوز ميتابوليزم؟ ماشي. هل الجلوكاجون ولا الكورتيزون ولا الثيروكسين ولا الباراثورمون؟ اكيد الباراثورمون، لان كل دول بيأثروا عليها. الجلوكاجون بيشتغل على الجلوكوز، وده بيشتغل على الجلوكوز، وده بيشتغل على الجلوكوز. ايه ده؟ الثيروكسين بيشتغل، ايوه بيعمل ابسوربشن للمونوساكرايد، والمونوساكرايد ده مين؟ صباح الخير، ده جلوكوز. بعد كده 50 بيقول what role does insulin play in glucose oxidation inside البادي cells. الانسولين بيلعب في ايه في الجلوكوز اوكسيديشن؟ بيلعبها ازاي؟ يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني يكسرهولك ويديلك ايه؟ ويديلك ATP. هايل. هل هو بيكونفرت الاكسس جلوكوز انتو جلايكوجين that is oxidized when needed؟ تنفع دي ولا بعيدة شوية؟ هو انا عايزة جلوكوز اوكسيديشن inside the cell، انا مش عايزة لسه اخزن واحول. وبعدين هو اللي بيحول. يعني هو دلوقتي هنا سوري، هو هنا خزنها، ده كده الانابوليزم. ماشي. then be oxidized، لو مفيش غيرها هختارها، بس هنا دي ستيل ايه انابوليزم. انا عايزه الاكسيديشن، عايزه الكاتابوليزم. فبيقول لك activate respiratory enzymes inside the liver والمسل cell، ولا باس الجلوكوز ثرو الممبرينز بتاعه البادي سيلز. ما ده اللي بيحصل، ان انا بدخل له الجلوكوز فيحصل له اوكسيديشن فيديني ATP. باز الجلوكوز through intestinal lining to the blood through ايه ده؟ لا. ماشي. فما قداميش اجابه غير سي. بعد كده
51. The opposite table shows the examination result of a person. This person suffer from الهارت ريت بتاعه 75، ده نورمال. البادي ويت بتاعه هو اوفر ويت، هنا تخنان. بلاد جلوكوز بتاعه قليل. يبقى انا عندي ايه؟ عندي هنا مشكلة. هل هنا عندي مشكلة اصلا في الانسولين، ولا عندي مشكلة في الايه الجلوكاجون؟ اكيد عندي مشكلة في الانسولين يا عزيزي. في معلومة مغلوطة بتقولك ان ده عنده سكر، يبقى ده اكيد تخين. بالعكس، ده لما يكون عنده مشكلة في الانسولين عمره ما هيتخن. الانسولين بيعمل لي انابوليزم، اللي هو بيخزن الجلوكوز. ماشي، حلو قوي. طب لما بيخزن الجلوكوز عندي، يبقى معنى كده ان انا هتخن. طب هنا انا تخنان، يبقى كده الانسولين شغال. وهنا اكد لي بلاد جلوكوز قليل جدا في بلاد، يبقى هنا عندي هايبر اكتيفيتي للانسولين. فبيجي يقول لك هنا هايبر اكتيفيتي اوف البيتا سيلز في البنكرياس. طب ما دي صح. هي البيتا سيلز دي مين؟ اللي هي الانسولين يا عزيزي، صح؟ طيب الهايبو اكتيفيتي بتاعه الثيرويد جلاند ملهاش علاقه. الالفا ملهاش علاقه. هايبو اكتيفيتي ادرينال المضله الادرينالين ملهاش علاقه. تمام، بالعكس ده يزود لي بلاد جلوكوز. مفيش عندي اوبشن غير ان الجلوكوز ده قل عشان الانسولين شغال حلو قوي، وبدا شغال حلو قوي يبقى انا اكيد هتخن. يبقى هي البيتا سيلز. خلاص، الاسئله اللي هي تجيلك دايركت دي انتهت. انت بتبقى عارف المعلومه وبتقرا السؤال كويس جدا عشان تطلع الاجابات دي. بعد كده عندي 52 بيقول what are the types of stimuli for الاكزوكراين والاندوكراين بارتس بتاعت البنكرياس؟ ايه انواع الاستيمولاي، انهي انواع الحافز اللي بيحفز الاكزوكراين والاندوكراين للبنكرياس؟ تعالى نلعب مع بعض. البنكرياس عندي اندو زي ما هو قال، واكزو. ماشي، الاكزو ده اللي هو مين؟ اللي هي الجوسز. حلو. مين اللي بيطلع الجوسز؟ ستارلينج. مين؟ السكرتين والسي سي كي. طب والاندو مين اللي طلع لك الاندو؟ الانسولين والجلوكاجون. يبقى مين ده؟ يبقى ده الجلوكوز بس. فعشان كده اللي يعمل لي اكزوكراين ده اكيد هرمون. ماشي، يبقى لا ده ولا ده. طب اللي يعمل لك اندوكراين اكيد مين؟ اكيد concentration of a certain substance اللي هي مين؟ اللي هي الجلوكوز. وده سؤال جامد جدا جدا، حلو قوي. يبقى انت كده بتحسبها مين اللي بيطلع مين. فبعد كده لو جاب لك اي جلاند تانية لا قدر الله، عادي جدا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نقسم الجلاندز نقسم الجلاند السكريشنز بتاعتهم، ونشوف مين اللي بيأثر عليهم، بعد كده نجاوب. يعني اللي بيحل اسئله هبهزر كده بيبقى الموضوع صعب قوي معاهم. بعد كده بيقول the opposite figure shows ال sequence of effects بتاعت several hormones on glucose starting from the digestive tract which processes are controlled by the same hormone. ماشي، هنا عندي X Y و Z و L. X هنا بياخد عندي من السمول intestine وبيجيبها عندك هنا عادي في البلد. تمام، ده مين؟ ده اكيد الثيروكسين. حلو. طيب اللي رماه ده بيروح تاني للليفر، بخزنه في الليفر. مين اللي يقدر يعمل الاوبشن ده؟ الانسولين، صح؟ طب مين اللي يقدر ياخد الستورد جلوكوز بتاعي ويرجعه تاني في البلد؟ اكيد الجلوكاجون، بما ان احنا بنتكلم على ليفر. طب مين اللي يقدر يدخل الجلوكوز جوه السيل؟ اكيد الانسولين. يبقى انا مشيت تاتا كده. بيقولك which process are controlled by the same hormone. طبعا انت اكتشفت مين؟ اللي هي الواي والال اللي هي سي. سهل اوي السؤال، بس ان انت تعرف السيكونس بتاعك. بعد كده بيقول during fasting اثناء الصيام the activity of which of the following cells is decreased. انهي واحدة بتقل؟ اكيد الانسولين حضرتك. ليه؟ لان هو انت اصلا الجلوكوز عندك قليل، فانت مش محتاج الانسولين. بس مين اللي هيكون عالي جدا؟ الجلوكاجون. لان هو مين؟ جلوكاجون ده اصلا هرمون الصيام.
وانت بتصوم ازاي 16 و17 ساعه حضرتك؟ عشان ان انا عندي الجلوكاجون بيكون موجود، فبياخد الستورد جلوكوز عندي ويطلعه في البلد، بحيث ان انا اقدر ان انا يحصل له اوكسيديشن والكلام ده. ايه ده؟ يعني احنا المفروض بنخس في الصيام؟ حضرتك المفروض، بس انت ساعه الفطار انت بتاكل كتير قوي، فانت بتعوض جامد قوي اللي فاتك، ودرجه ان انت بيحصل اكسس، وبضطر ان انا اخزنه تاني الجلوكوز، يبقى انت ما عملتش اي حاجه. ماشي. فالحاجه اللي مش هتشتغل عموما هي الانسولين. نيوروسكليتال سيلز ملهاش علاقه، الالفا سيلز بالعكس دي هتشتغل حلو جدا، ادينا كورتكس ملهاش علاقه، ولكن مين اللي له علاقه؟ البيتا سيلز اوف البنكرياس. ماشي. النيوروسكليتال سيلز ما الاي دي اتش لازم يشتغل عادي، ما دي حاجات اساسيه، ادينا كورتكس الكورتيزون ما يشتغل، تمام، الحاجات عادي تشتغل، ولكن اللي مش ملحوظ هو الايه؟ الانسولين ملهاش لازمه. هو اصلا انا هزله، يعني هطلع له انسولين وهو ما عندوش جلوكوز عشان يموت مني الراجل؟ هيبقى صعب. بعد كده السؤال ده انتوا ما اعرفش بتحبوش ليه. the opposite diagram، الباب ده بتقلقوا منه. the opposite diagram shows structure and function of a organ inside the body. what distinguishes hormone X from hormone Y؟ حلو قوي. هرمون X عندي اولا دي مين؟ دي البنكرياس. وش ازاي؟ عندي ضغط السكريشن في نفس الوقت بتطلع هرمونين. مين دي؟ يعني اكيد يعني مش ادرينال جلاند يعني، تمام، فانت بتقعد تستبعد على قد ما تقدر. في حاجه موجوده في البلد مخليه الاكس ده عالي اهو، blood concentration of a substance عالي اهو، فمخليه الهرمون ده عالي، يبقى ده مين؟ يبقى هو ده الانسولين، لان بدأ الجلوكوز عالي، يبقى الانسولين ايه هيحصل له؟ ايه؟ هيعلى هو كمان، صح؟ طيب واي ده مين؟ ده الجلوكاجون. ليه هو هيعلى؟ ليه والجلوكوز عالي؟ هو خلاص ادى المهمه كده بنجاح، هو كده ابني عالي في البلد، اطلع ليه؟ ولا هي فرهده؟ لا، الانسولين بس اللي يشتغل هو، لان هي مهمته ان هو يقلل الجلوكوز في البلد. فبيقول لك ان اكس بتفرق عن واي ايه؟ ان هو كاتابوليك هرمون ولا الانابوليك هرمون، ولا composed of amino acids، هما الاتنين اصلا composed of amino acid under control of pituitary gland، هما الاتنين اصلا مش under control pituitary gland. انا عايزه اميز ده عن ده. مين؟ ايه الحاجه اللي هرمون اكس ما بيعملها عن واي؟ الانابوليزم، ان هو بيخزن. وانت عمرك شفت جلوكاجون بيخزن جلوكوز؟ لا، الوحيد اللي بيخزن وبيبني انابوليزم، انا ببني بيلد اب الانسولين، تمام. ايه ده؟ هو الجلوكاجون بيعمل كاتابوليزم؟ هو مش لازم الكاتابوليزم انها تكسرك وتطلع لك انرجي، بس في نفس الوقت ان هو بيكسر الجلوكوز اللي انا عاملاه مع بعض، دول بيكسرهم ويدخلوا لي تاني، يعني الجلايكوجين بيحولوا لي الجلوكوز. طب ما دي عمليه تحويل دي، صح؟ بس برضو يعني ممكن تبقى بعيده شويه، فخلينا حوار يعني اكون المنهج بتاعكم خليكم في حوار الكاتابوليزم اللي هو الاي تي بي. ماشي. الانابوليزم لا، الانابوليزم ده خصوصا للانسولين، يخزن، ده اللي بيتخنى، ده بتاع الفاتس. بعد كده بيقول السؤال ده ايه؟ from the opposite figure that shows two liver cells of two people both were treated with radioactive insulin. 2 liver cells والاتنين عالجتهم براديو اكتيف انسولين. ليه؟ عشان اشوفه، ما راديو اكتيف يعني مشع، اشوفه بقى عشان اعمل له تراكنج under the same condition. ماشي. جيت شفت ان الاولاني عنده ريسبتورز كتير قوي. عرفت منين؟ ما انا شايف انسولين كتير مسك، والتاني لقيت انسولينه واحده اللي مسكت، واتاكدت ان مفيش ايه حاجات تانية. ماشي. بيقولك which of the following statement is correct؟ أنهي واحدة من دول صح؟ هرمون واحد suffers from blood high blood sugar. ازاي وهو عنده كمية الريسبتورز دي؟ مستحيل، أكيد الأنسولين شغال. طب person B suffers from high blood sugar. B ده بيعاني من blood sugar عالي. ممكن. ليه؟ لان انا دلوقتي لو انسولين كتير ماسك في السل، فده هيساعدني ان انا اخزن جلوكوز كتير او اعمل له اوكسيديشن كتير، مش هيعلى. يعني انت زي مثلا انت واقف مثلا في مصلحه حكوميه، وهو شايف طابور كبير عريض من الاول للاخر،
ولا مكان تاني او نفس مصالح حكوميه ولقيت الاربع شبابيك مفتوحين، مين اللي هيخلص اسرع؟ الاربع شبابيك مفتوحين، ده اهو 4 شبابيك مفتوحين وده شباك واحد، مين اللي هيدخل جلوكوز اكتر؟ اكيد واحد. يبقى مين اللي هيبقى عنده جلوكوز كتير في الدم؟ اكيد 2. ماشي تمام. بس طب نكمل. person 1 suffers from low glycogen in liver. ازاي؟ مش انا بخزن؟ يبقى لا. طب person 2 suffers from significant weight gain. ما هو عندي مشكلة اصلا ان انا اخزن الجلوكوز، تيجي تقولي weight gain فهتبقى صعبة شوية، صح؟ بس لو واحد اصدق. بعد كده 57 بيقولك the figure illustrate the blood vessels connected to the liver. انا شايفه اهو. identify them then conclude. Which of the following hormones increases the glucose level in vessel X, Y respectively بالترتيب. ماشي. انهي هيزيد الاول؟ حلو قوي السؤال اللي زي ده. دلوقتي دي مين؟ برافو، دي السمول انتستين. مين اللي ممكن يشتغل عليها؟ الثيروكسين، صح؟ مش ده الثيروكسين هو اللي بياخد ويجي هنا؟ ما عنديش مشكله، ماليش دعوه مين اللي هيدخله بقى في الليفر، كل واحد وليه مسؤوليته، دي بواسطه الانسولين، بس انا جبتهولك من الايه؟ من السمول انتستين، تصرف انت فيه بقى. ماشي. طب والواي مين اللي جاي عن طريق الفين ورايح للليفر؟ ها، مين اللي ممكن يشتغل على الليفر بس وهيزود الجلوكوز؟ في حاجات كتير قوي، يبقى انا ما ينفعش احدد. ايه ده بجد؟ طبعا ممكن اقول ادرينالين، ممكن اقول كورتيزون، ممكن اقول كورتيكوستيرون، ممكن اقول جلوكاجون، ممكن اقول حاجات كتير قوي، فمش هينفع. يبقى انا محتاجه اقرا الاجابات. الوحيده اللي عندها هي تكون دي. ليه؟ انسولين، جلوكاجون. يبقى مين الادق؟ كانت الاجابه الانسولين عشان حوار السمول انتستين. ماشي تمام. بعد كده، طب هو ليه ماشي الجلوكاجون في الفين؟ ها برافو، مش دي النواتج اللي طلعت من البنكرياس؟ هتطلعها في الفين، وهتفضل ماشيه في الفين، الهيباتيك بورتال فين، ها وتلف لحد ما توصل للهارت وتعمل بامبنج والكلام ده، صح؟ فطبيعي ان هو يعدي في الليفر، ما انت خدتها السنه اللي فاتت. بعد كده 58 بيقول study the opposite diagram then conclude what could the letter X represent. X ده ايه؟ عندي deficiency في ال ADH وعندي insulin deficiency. يعني ايه؟ يعني عندي ADH قليل وعندي انسولين قليل. ماشي. ال ADH القليل ده بيعمل ايه؟ يعني معنى كده انا هدخل الحمام هدخل بالبيه على طول. طب والبلاد بريشر هيكون قليل، صح؟ طب والصوديوم في البلد هيكون قليل، صوديوم في البلد. ماشي. طب والبوتاسيوم في البلد هيكون عالي مادام في البلد. ماشي. والعكس صحيح في اليورين. طب والانسولين ديفيشنسي معنى كده ان هيحصل ايه؟ الجلوكوز ايه؟ هيعلى في البلد. هعرف اخزن جلوكوز كجلايكوجين؟ لا، مفيش اي حاجه. ماشي. اوكسيديشن؟ مفيش اوكسيديشن. تمام. طيب الهاي بلاد بريشر هينفع الاثنين هاي بلاد بريشر؟ لا، ما لهاش علاقه اصلا الانسولين بالحوار بلاد بريشر ده. طب لو بلاد جلوكوز، ايه علاقه الاي دي اتش بالجلوكوز؟ صح. طب هنا بيقول لك frequent urination. هي دي. يعني ايه frequent urination؟ هدخل الحمام على طول. مش هي دي مشكله مريض السكر؟ حتى انتوا لما تيجوا تتكلموا يقول لك ايه ده بيدخل الحمام على طول، فانت تقلق على الراجل ده او الست دي، تقول لها ايه؟ طب ما تعملي تحليل سكر كده لا يكون في حاجه. الحاجه اللي انت خايف منها دي ايه؟ اللي يكون عندها سكر. تمام. وتحليل يورين بقى عشان اتاكد، عشان كل شويه بتدخل الحمام. ففريكوينت يورينيشن عشان دي عندها دايبيتس ميليتس، والاي دي اتش قليل، هو ده اصلا هرمون التبول. طب لو جيت سالتك سؤال واكتبوها في الكومنت، امتى الاي دي اتش بيكون عالي جدا؟ يعني البيريد الموجوده في طول اليوم، احنا عندنا 24 ساعه، امتى الوقت ان الاي دي اتش بيكون عالي جدا جدا جدا؟ وممكن نتناقش في الكومنت. فندخل في السؤال اللي بعديه. 59 بيقول ايه؟ The following graphs illustrate a response of two persons. يعني ايه response؟ اللي هو ايه؟ لو انا عملت حاجة ممكن يتصرف ازاي جسمي after consuming a sugary drink over time.
يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شربت شوجري درينك، اوفر تايم ايه اللي ممكن يحصل لجسمي؟ هرمون مين اللي هيزيد، بلاد مين اللي هيعمل، مش عارف ايه والحركات دي. ايه اللي هيحصل بقى؟ بيقول لك هنا اول واحد بيرسون 1 اول ما شرب الانسولين ما اشتغلش اصلا، بس الجلوكوز عالي لان انا واضح ان انا اكلت حاجه فيها جلوكوز، ماشي. وبعد كده قل لوحده. ايه ده؟ يعني ايه قل لوحده؟ طب تعالى نشوف تو. لو انا شربت حاجه الجلوكوز زاد، انسولين زاد، فهو اللي قلله. طب ما دي صح، ده كده طبيعي، ماشي. هنا كان المفروض يكتب لك ايه؟ كان المفروض يكتب لك هنا مثلا مونوساكرايد. مونوساكرايد عشان دي مين في 1 ده الفركتوز حضرتك. مش احنا خدنا فركتوز ان هو مش محتاج اي انسولين، مش محتاج اي انسولين يعني ان هو يشغله ويدخله، هو بيدخل جوه السل لوحده، سلام عليكم، ويروح داخل، مش محتاج اي حاجه. تمام. ده اللي احنا استفدناه من الجراف. هو بقى بيسأل على ايه؟ بيقول which of the following represent a scientific explanation for a response in two cases. أنهي واحدة من دول هو ال explanation، يعني التعريف العلمي للتو جرافز دول. هيقول لك ايه بقى؟ هنقرا واحد واحد. person 1 healthy و person 2 diabetic. لا الاتنين healthy. person 1 الاتنين healthy. طب بيرسون 1 هاز ميكسديما وبيرسون 2 دايابيتك، او بيرسون 2 مش دايابيتك وبيرسون 1 مش ميكسديما، هو ماليش اي حاجه اصلا تقول انها ميكسديما، هنعرف منين؟ هخمن. يبقى مفيش غير ايه؟ مفيش غير دي، ان واحد اكل فركتوز، صح، ده اللي حصل هنا وده اللي احنا استنتجناه، وواحد اكل جلوكوز. يبقى الاحسن ان انا اكتب هنا ايه؟ مونوساكرايد، ماشي. لان كلكم هتقولوا ايه؟ طب الجلوكوز ازاي؟ ايه وهو هنا قصده ايه؟ فركتوز عموما يعني. هما الاتنين شوجر عادي، بس خلينا أدق. بعد كده 60 بيقول the graph shows the changes that occur to glucose in the kidney. التغيرات اللي بتحصل جلوكوز في الكدني بتاعتك according to its blood concentration. according لإيه؟ تركيز الدم اللي عندي. study it then determine at what concentration does glucose start appearing in urine. فأنهي level الجلوكوز ابتدى ان هو انهي concentration، انهي تركيز من قدامك دول الجلوكوز ابتدى اشوفه في اليورين. عارفين يعني ايه الجلوكوز ابتدى اشوفه في اليورين؟ يبقى معنى كده ان الراجل ده يا عيني دايابيتس ميليتس، دايابيتك، الراجل ده قلب سكر. الجلوكوز ده اسينشال، انا مش بفرط فيه خالص. ليه؟ لان انا ممكن احتاجه في اي وقت، مجاعات، صيام، مش عارف ايه، حاجات رهيبه جدا. الجلوكوز ده بخزنه، عمري ما برميه. وانس ان انا رميته يبقى انا مش عارف اتصرف فيه، مفيش انسولين يلحقني. فهنا هشوف ايه بقى؟ هشوف الجراف ايه؟ هشوف عندي جلوكوز filtered in the capsule، وده النقط، والاسود ده هو اليورين جلوكوز، والاحمر ده الابسوربد جلوكوز، ماشي. حلو قوي. هنا انا عندي ايه بقى؟ ابتدينا هنا نمشي تمام في الابسوربد، وبعد كده ما بقيتش اعمل ابسوربشن، يبقى هنا ابتدى يكون في مشكله، ماشي. حلو من اول هنا، ماشي. طب اتاكد ايه؟ هو بيسال على ايه؟ بيسال على اليورين. يعني انا عندي مشكله عادي، بس امتى ابتدى يظهر في اليورين؟ ابتدى يظهر في اليورين من اول هنا، الحته دي. هي 200 لا ولا 100، هي between them، بس هي 120. 120 دي هتكون هنا، فمش يعني 100 لا و200 لا، يبقى مفيش قدامي غير ايه؟ غير 180. وهي فعلا تحس ان هي قريبه من 200 بس مش 120. هنا ابتدى كيرف اليورين يزيد، مصيبه، ماشي. بعد كده عندي 61. بعد كده عندي 61 بيقول لك the opposite figure shows the mechanism of الأكشن of hormone X. حلو قوي. on target cells study it then answer which of the following represent hormone X. يبقى أنا محتاجة يعني لو ما فيهاش يعني تعب إن انتوا تقروا الفيجر، تشوفوا الفيجر. endocrine gland بتطلع ايه تفتكروا؟ اكيد مش بتطلع لعب، بتطلع ايه؟ بتطلع هرمون. الهرمون ده بيروح يمسك في الريسبتور اللي هنا ويشتغل. ده هرمون ايه؟ انا ما استفدتش اي حاجه. ايه ده بجد؟ طبعا انا محتاجه اعرف السيل دي ايه. انا شايفه موقعي هذا تيوب كده فيها نيوكليوس كتير قوي، دي اخدناها في شابتر 1. مين؟ مالتي نيوكلييتد سيلز، سكيليتال، ماسل. ايه ده بجد؟ طبعا هي دي. فانا عندي
الاي دي اتش بتشتغل على سكيلتال ماسل؟ نو. تي اس اتش نو. بس الادرينالين ممكن. هيشتغل ازاي؟ ما هو ساعد بقى ان انا محتاجه هيعلي الجلوكوز في البلد، في الادرينالين. الجلوكاجون يعني جلوكوز بس ده ليفر. ماشي. يبقى انا عرفت، قعدت افصص. اصل كده كده اي دي اتش بيشتغل على الكدني. طب وتي اس اتش دي مش ثايرويد. ما برضو لو انت مش عارف ان دي كده، لا ده كدني. هل دي صورة كدني؟ لا. وده ثايرويد. ماشي. وده جلوكاجون ليفر. ها، ولا واحد من دول هو العمود ده. فانا في الفهلوه هجيبها ادرينالين. انا دلوقتي فهمتك، او انت دماغك حلوه، او انت بتحب بتقدس الانسرز عشان تظبطها ازاي. بعد كده بيقول ايه بقى؟ ده diagram shows الافكت. احنا خلاص دخلنا في اخر بارت الحمد لله، اللي هي الجونتس. تقريبا مش اخر بارت، لسه في بارت الجاسترو انتستينال ولا ده كان محطوط؟ لا تقريبا كان محطوط. المهم هنكتشف دلوقتي. cell X secretion on a human body. What does cell X represent? cell X بتعمل preparing للمامري gland for lactation. بتجهز المامري gland عشان يحصل عملية رضاعة. maintaining a pregnancy. اوبا، يبقى دي مين؟ يبقى دي ليها علاقة بالبروجستيرون. خلاص كده. طيب مين بقى بروجستيرون؟ لانجرهانز؟ اكيد لا. النيوروسكيتي سيلز؟ اكيد لا. الجرافيان فوليكل؟ اكيد لا. يبقى مين؟ الكوبس لوتيم. هو ده الوحيد اللي بيطلع لي بروجستيرون. ايه ده، وفي حاجات تانية ممكن تطلع لي بروجستيرون؟ وهناخدها قدام في شابتر 3. بعد كده بيقول study glands 1 and 2. then determine what characterizes both gland 1 و 2. androgens. اندرو جاي من اندرو، الواد اندرو. يبقى دي مين؟ السكس هرمونز بتاعت الميلز. طب والاستروجينز مين؟ السكس هرمونز بتاعت الفيميل. الاتنين شبه بعض. ايه الاستراكشر بتاعهم؟ الاتنين ليبيدز، الاتنين ستيرويدز. فبس خلينا نشوف. being exocrine لا. ليه؟ لانها هرمونات حضرتك. بعد كده استيرويد بروتين لا. هرمون انكريس during childhood، العيال بتبلغ وهي عندها 3 سنين، اكيد لا. فما قداميش غير بي. بعد كده 64 بيقول study the following figure then answer. عندي L و Z و Y و X. L هي البيتوتري جلاند. هايل، ما هي باين، ما عندي هنا 2 لوبس. وبعد كده عندي Z دي اللي ايه؟ دي التستس. والواي برافو، الادرينال جلاند. ودي مين؟ ودي الاوفري. بيقولك which of the above gland has a direct role in producing cells in the body differ في الكروموسوم نمبر. مين السيلز اللي ممكن تبقى differ في الكروموسوم نمبر؟ مين؟ اكيد اي 6 سيل. اي حاجه زي السبيرم مثلا والاوفا تطلع لك ايه؟ يطلع لك 23 23. هينفع تطلع 46؟ يبقى 46 هيحصل فيوجن، هيبقى قدامي عجل. 92 كروموسوم، يبقى مش هينفع خالص. يبقى لازم هي تبقى مقسومة عشان نص من هنا ونص من هنا يديني 46 كروموسوم كاملين. يبقى هنا قدامي ايه؟ اكس، وقدامي هنا ايه؟ زد. بس اكس وزد. بعد كده بيقول which of the following statement does not apply to androgen. انهي واحدة من دول ملهاش علاقة بالاندروجينز؟ اندروجينز اللي هي هرمونات الذكورة ذكورة يبقى تبع الرجالة. all are steroid. ما دي صح، هختارها لا. have no target cells outside الميل reproductive system. ما عندهاش cells تقدر انها تروح لها بره الميل reproductive system. طيب control الديفلوبمنت بتاعت الميل reproductive organ. طب ما دي صح. affected by pituitary gland. طب ما دي صح. يبقى doesn't apply to الأندروجين. هي حوار دي ما عنديش no target cells outside الميل reproductive system. زي المسلز، انا مش بروح المسلز يقول لك ده واخد ستيرويدز. ليه؟ ما هو التستوستيرون ده بيزود الكتله بتاعه المسلز. واوعى تاخد، لو حد بيروح الجيم وكده، اوعى حد ياخد الستيرويدز اللي بيتقال عليها خالص ابدا. ليه؟ لان الجسم ذكي جدا. فانت دلوقتي بتاخد من بره تستوستيرون. هل جسمك هيطلع تستوستيرون؟ لا. خلاص يقولك البس بقى. فايه اللي هيحصل؟ يسبب ستيرايل عقم. ودي مشكله كبيره جدا. ماشي. ولو بنات فالفيتشرز بتاعتها بتتغير. زي حد من المشاهير كده بدون ذكر اسماء،
لازم ده اكيد بياخد استرويد حتى لو حلفت انها ما بتاخدش استرويد، لان الجيم مش هيغيرلك شكلك. الجيم هيبني عضلات، هيعمل بادي شيبنج حلو، مش هيغير الشكل بتاعي خالص. بعد كده بيقول what is the reason for decreasing the fertility rate in a 25-year-old female. قللت الخصوبة في بنوتة عندها 25 سنة. ليه؟ امتى تقل الخصوبة؟ انتوا عارفين ايه 25 سنة؟ يعني ده الوقت المناسب جدا للحمل بقى والخلفة والكلام ده. ليه ممكن لا قدر الله الاقي ان الخصوبة بتاعتها قليلة؟ بيقولك continuous secretion للاستروجين، ان انا عندي على طول عمالة اطلع استروجين. ما اعتقدش ان دي تبقى مشكلة. طب هايبو سكريشن اوف اف اس اتش، ما عنديش اف اس اتش. ما عنديش اف اس اتش، يبقى انا مش هعمل جرافيان فوليكل، يبقى انا مش هكون اوفا. مش اوفا بتتكون جوه جرافيان فوليكل، صح؟ يبقى دي فيها مشكله. طب هايبر سكريشن اوف ال اتش، لا بالعكس. طب هايبو سكريشن البروجستيرون، لا. يعني المصيبه عندي كلها لما يكون قليل مين؟ الاف اس اتش والال اتش، لان دول الانيشيتور بتوعي، دول المشكله الكبيره. تمام. وبدل هما قليلين كل حاجه بعد كده هتقل. بعد كده بيقول study the diagram in front of you. Then conclude what distinguish السيلز A بتاعت جلاند A من جلاند B. جلاند A عندها هرمونات لها علاقة بالبلوغ، وهرمونات بتساعد في البريجننسي، ان انا اكمل البريجننسي بتاعتي. هايل. وجلاند B ليها علاقة بالهرمونات secreted just before الدليفري، يعني هتطلع قبل على طول مولد. يبقى مين دي الاوكسيتوسين اكيد. طب وليه علاقه بالبريجننسي وبيبيتي؟ الاستروجين والبروجستيرون مين بيطلعهم؟ جرافيان فوليكل وكوربس لوتيم. بتطلعهم العمر كله؟ اكيد لا، وقت معينه. مش انا عندي حاجه اسمها مينوبوز اللي هو سن اليأس، اللي هو مفيش اصلا منسترويشن. طب معنى كده ان الجلاند دي is a temporary gland. ليه؟ هي ابتدت متأخر، يعني مش ابتدت ساعة الولادة على طول، يعني ليها وقت، وما كملتش لحد ما ماتت. بالعكس، الست بتفضل لحد وقت معين تقولك لا خلاص مفيش بيريد. ماشي. فبيرمننت اندوكراين اكيد لا، نيورو سكريتري لا، بيرمننت اكزوكراين اكيد لا. حلو. طب بعد كده 68 the table shows the effect of a group of hormones on the uterus of an adult female. الرحم بتاع female بالغة. study it then answer. what does هرمون 3 represent؟ 3 represent ايه؟ في هرمون بيشتغل على اليوتيرس، بيشتغل على اليوتيرس، ما يشتغلش وبيشتغل. يبقى انا اشوف واحد البروجسترون بيشتغل، ماشي، هختاره لا. استروجين بيشتغل على الرحم، طبعا ده بيحصل له اللي هو الديفلوبمنت اصلا والكلام ده. تمام. يبقى لا مش هختاره. طب وريلاكسين؟ ده ممكن ريلاكسين نختاره. ليه؟ هو بيشتغل على البيوبك سيمفيسيس، الكارتج اللي بتوين الايه، التو بلفيك بونز، هو اللي في النص ده. طب ما هو ده ملوش علاقه باليوترس، يبقى الاجابه ريلاكسين. اوكسيتوسين اكيد لا. حلو. 96 بيقول ايه؟ which of the following correctly shows الكرونولوجيكال، يعني by time، يعني according للتايم، بالترتيب كده مين اللي بيطلع. order هرمون اكشن اون المامري جلاند، يعني قولي بترتيب التايم كده مين اللي بيروح للمامري جلاند كده بالترتيب. اول حاجه البلوغ، ساعه البلوغ مين اصلا اللي بيعمل enlargement للبريست والكلام ده؟ اكيد الاستروجين. ليه؟ هرمونات الانوثه. فعشان كده بروجستيرون وبرولاكتين لا، يبقى هي سي او دي. حلو. بروجستيرون ماشي تمام، ما خلاص بقى جت البيريد وبيطلع كوربس لوتيم. بعد كده عندي اختار مين؟ اختار البرولاكتين ولا الاوكسيتوسين؟ ولا الاوكسيتوسين والبرولاكتين؟ اكيد اختار البرولاكتين الاول، حتى بقي جايب برولاكتين الاول. ليه؟ هكون الملك بعد كده اطلعه، صح؟ بس طب من امتى بستخدم الاول البروجستيرون؟ من اول ممكن ساعه الحمل، لان البروجستيرون هو بيبقى شغال، هو اللي بيحافظ على الملك جوه، هو بيشتغل لو واحد بيشتغل، وبعد كده بقى بيحافظ على المامري جلاند لحد ما تتسلم للاكتيشن. ماشي. بعد كده بيقول 70 which of the following is a steroid hormone that promotes the growth of two glandular tissue. glandular
مين الستيرويد هرمون اللي بيأثر على تو جلاندولار تيشو؟ هل هو الاكسيتوسين ولا الالدوستيرون ولا كورتيكوستيرون؟ ها، مين ممكن يأثر على جلاندولار تيشو؟ اكيد الاستروجين. تمام. جلاند يعني بتطلع هرمونات، فهنا عندي اكسيتوسين، هل في حاجه بتطلع هرمونات منها؟ الالدوستيرون، الكدني دي بتطلع هرمونات. كورتيكوستيرون، يعني اي حاجه دي بتطلع هرمونات ليها ملهاش اي علاقه. استروجين ممكن يروح لليوترس مثلا، صح؟ يبقى اني واحد. وبعدين هو قال لك ايه يا سيدي؟ يولع التو جلاندولار تيشو، هاخد حوار الاستيرويد. يبقى انا اختار مين؟ كده كده هشطب على الاكسيتوسين، اختار التلاته دول. التلاته دول مالهمش علاقه اصلا بهرمونات تانية، ماشي؟ فما قداميش غير الاستروجين. حلو. سوير سيندروم، دي سيندروم result from mutation. يعني ايه mutation؟ يعني حصلت طفرة في الواي كروموسوم، يعني هي بتحصل في الرجالة. ما هي البنات بتكون ايه؟ اكس اكس، ودي ايه؟ اكس واي. causing a male fetus to develop female reproductive organ due to الهرمون deficiency. يبقى ايه causing a male fetus؟ يعني ايه male fetus؟ يعني جنين راجل to develop into female reproductive organ، راجل عنده اعضاء انثويه للستات عشان عنده هرمون deficiency. تتوقعوا مين الهرمون اللي ناقص؟ اكيد هرمونات الذكوره هي اللي عملت المشكله دي، ماشي؟ هي عملت مشكله الاورجن. يعني الميوتيشن حصل في واي، فالواي ده اللي يخليه راجل وكل حاجه فيه تمام، ماشي؟ بس هو هيبقى راجل وعنده فيميل ريبرودكتيف اورجن، ماشي؟ فيبقى هو عايز يوصل ايه؟ عايز يوصل ان المشكله عندي في التستوستيرون، ملوش علاقه الاستروجين ولا البروجستيرون ولا الاكسيتوسين اكيد يعني. اخر حاجه خالص في الفيديو باذن الله، هو مش اكيد مش هتطلع حاجه تاني، الدايجستيف جلانز. اخر حاجه اخدناها دايجستيف جلانز، دول كانوا مين؟ برافو، دول كانوا لو انت جاوبتم يعني، دول كانوا الاستومك والسمول انتستين. الاستومك كان بتطلع جاسترين، ماشي؟ والاتنين اصلا كانوا مين؟ ميكسد جلاند، يعني دول ميكسد اصلا، الجاسترين. والتاني كان سكريتين وسي سي كي، ده مين؟ ده السمول intestine. The opposite figure shows microscopic structure of a different pancreatic cells. microscopic structure انا شايف تحت ميكروسكوب different pancreatic cells. هايل. which cells are targeted by a hormone secreted from duodenum lining؟ يعني واحدة من دول targeted هرمون، يعني في هرمون هتارجته، يعني هرمون هيتارجت حاجة طلع من الديودينم لايننج. تاني، يبقى انهي سيلز اللي هتتارجت من هرمون طالع من الديودينم لايننج؟ يعني مين؟ السكريتين والسي سي كي هيروحوا لمين؟ سي سي كي هيروحوا لمين؟ هيروحوا للبنكرياس عشان يطلعوا ايه؟ بنكرياتيك جوسز او انزيمز. يبقى هيروحوا لمين؟ بنكرياتيك دكت، تمام؟ هيروحوا للفين ده؟ اكيد لا. هيروحوا لمين؟ هيروحوا للضغط اهو. يبقى الضغط دي مين؟ اللي هي زد. بس كده خلاص، مش محتاجه حاجه. بعد كده بيقول the following diagram shows some changes that occur in the digestive system after eating a complete meal. كلت وجبه كامله. study it then answer. organ A عنده endocrine وعنده exocrine وبيأثروا على بعض، يبقى دي مين؟ دي الاستومك، بيأثر على نفسه. طب واندوكراين سكريشن واكسوكراين سكريشن، عندي اورجان بي وعندي اورجان سي. اورجان بي بيطلع اكسوكراين سكريشن يروح لسي، وسي بتطلع اندوكراين سكريشن يروح لبي. يبقى لا، هي بتبتدي بسي الاول. ليه؟ لان دي هي دي السمول انتستين، ماشي؟ السمول انتستين هي اللي بتطلع السكريتين والسي سي كي، وبعد كده يخليه يروح لاورجان اللي هو البنكرياس، يخليه يطلع بنكرياتيك جوس يرجع تاني للسمول انتست زي ما انت اخدت السنه اللي فاتت، ويساعدوا في عمليه الدايجيشن. فبيقول لك what are the organ A B C respectively. خلاص انا قلتها لك، stomach وبي دي اللي هو بنكرياس، يبقى دي غلط، بنكرياس. وبعد كده duodenum، ماشي؟ يبقى الاجابه B. بعد كده 74 بيقول ايه؟ the results in the table were recorded for a person after eating a carbohydrate rich meal. ميل عالية قوي من الكربوهيدرات. study it then determine.
which of the following hormones were not secreted normally. أي واحد من دول مش طالع كويس. يبقى أنا هشوف واحد واحد. بنكرياتيك انزيمز طالعة كويس جدا لأنها وزن النورمال رينج أهي 60 جوه. حلو. جلوكوز ابسوربشن عندي بيكون إيه؟ أقل من 200. يبقى أنا عندي مشكلة في الجلوكوز ابسوربشن. هنا في مشكلة. جلوكوز ترانسبورت تو ذا سيل. لأ. يعني إيه ترانسبورت تو ذا سيل؟ يبقى هنا الأنسولين شغال كويس جدا. ليه؟ لانها وزن نورمال رينج. الوحيده اللي بيدخل الجلوكوز جوه السيلز هو الانسولين. الانسولين شغال ماشي. اليورين اوزمولاريتي. اليورين اوزمولاريتي قليله جدا. يعني ايه يورين اوزمولاريتي؟ يعني ايه قد ايه السوليوت قليله او عاليه في البلد في اليورين عندي. ماشي. فهي كده الاوزمولاريتي قليله جدا. يبقى معنى كده ده دايليوتد. حلو. هنا بقى عندي مشكله في ايه؟ جلوكوز ابسوربشن. يبقى انا اي حاجه بتعمل ابسوربشن الجلوكوز احنا اخدنا ايه؟ اخدنا كورتيزون واخدنا سيروكسين، صح؟ دول كان ليهم علاقه بالجلوكوز. حلو. واليورين اوزمولاريتي مين اللي بيأثر عليها؟ الاي دي اتش او الفازوبريسين. يبقى انا سيروكسين وانسولين لا، ادرينالين واي دي اتش اكيد لا، سكريتين والسيروكسين لا، مفيش غير السيروكسين والاي دي اتش. الاي دي اتش كمان هي حلت لي حوار اليورين اوزمولاريتي. بعد كده 75 بيقول which of the organs below secrete protein hormones that only affect digestion of protein. ده سؤال من تانية ثانوي. مين من دول بيأفكت بس الدايجيشن بتاع البروتين؟ ده كان الجاستريك جوسز، صح؟ دي كانت الوحيدة اللي كانت بتطلع لي حاجات ليها علاقة بال الدايجيشن بتاع البروتين، الجاستريك جوس. حلو. لا، تاني سؤال اهو. لو انت فاكر كان مين اللي بيعمل كده، انهي انزيم، اكتب لي في الكومنتس ماشي وهعرف. بعد كده 76 from your study of the opposite figure which of the following hormones is involved in digestion of all component as shown in meal. هنا كربوهيدرات ما هو عيش، وهنا ميل يعني بروتين وجلوكوز. مين اللي ممكن يساعدني؟ ده سؤال من تانية ثانوي. اللي كان بيساعدني بيعمل الاتنين، وكان اشهر واحد بيعمل دايجيشن للجلوكوز كان مين؟ كان السمول انتستين. لو انتوا فاكرين كنا بنقسمه هنا ناحية البروتين والناحية التانية بتاعت الكربوهيدرات، اللي هي كان مين؟ المالتوز، وعمله هيدروليسيس الايه مالتيز. طيب السكروز يبقى هيعمل ايه؟ السكريز ويتعمل وهكذا. فكان الوحيد كان السمول انتستين. الحاجه الوحيده فيها سمول انتستين هي كانت الايه؟ السكريتين، الديودينم. ملوش علاقه الانسولين، ملوش علاقه السيروكسين، ملوش علاقه الجاسترين. فيديو دسم جدا، لسه انتوا جامد جدا في التفوق. الحمد لله اللي احنا خلصناه. هينزلك فيديو تاني للإيسايز، ما تقلقش مفيش مشكله. عندك اي مشكله هتبعت لنا على الواتساب، او هتعمل عادي كومنت على الفيديو، واحنا ان شاء الله هنشوف كل حاجه. ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو بحيث ان احنا نقدر نكمل، وابعت الفيديو لاصحابك بحيث ان احنا كلنا نستفيد وانت شخصيا تستفيد. واحسن استفاده زي ما احنا قلنا ان انت تحل الاول وبعد كده تصح معانا. ماشي. مع السلامه، والنجاح والتوفيق ليكم جميعا باذن الله.